قصتنا بتبدأ مع محارب ومعاه 4 من أصحابه وبيكونوا جوه الدانجيون، وبنعرف إنهم قتلوا 3 من أصل 5 جنرالات شيطانيين وإنهم رايحين عشان يخضعوا ملك الشياطين ويقضوا عليه. فبنلاقي المحاربين الخمسة دول قدامهم مجموعة كبيرة من الوحوش، وبتكون الوحوش دي وحوش شبيهة بالتنانين ووحوش تانية شبيهة بالجوبلينز. فبيقوم المحارب اللي اسمه فيرموس بالهجوم عليهم، وبنعرف إن لقبه العظيم فيرموس. وبنلاقي الساحرة بتجري ورا فيرموس وبتقول له بص لكل الأعداء دول، وبتقول له شوف انا هقضي عليهم بسحر ازاي. وبنلاقيها هجمت عليهم بهجمات سحريه قويه، وبنعرف ان لقبها الحكيمه سينيا. وبنلاقي واحده تانية في الفريق بيهجم عليها وحش من وراها، بس بتحطم دماغ الوحش ده في ثانيه. وبنعرف ان لقبها المخلصه لانوس. وبعدين بنلاقي الفارس ابو فاس كبير ده بيهجم على وحوش كتير بضربه واحده وبيخلص عليهم. بنعرف ان لقبه الشجاع مرون. بنلاقي واحد بيجري بسرعه كده وبيقوم شاتم فيرموس وبيقول له ما تفكرش يا فيرموس انك هتتفوق عليا. وبنلاقيه بيجري على الوحوش بسرعه كبيره وبيخلص عليهم في حركات سريعه جدا. وبنعرف ان لقبه الاحمق هاميل. نعرف ان هاميل ده كان دايما بيحس بالغيره من فيرموس. فهاميل بيقول احنا شكلنا كده خلصنا على كل الوحوش. وبعدين بنلاقي هجمه سريعه متوجهه لفيرموس، بس هاميل بيتلقى الهجمه دي بدل فيرموس، وبتكون الهجمه عميقه جدا. وبنلاقي ان سبب الهجمه دي وحش عنده هروم كبيره. وبنلاقي الوحش اللي هجم عليهم دول قاعد عمال بيضحك في استهزاء، وبيقوم هاجم عليهم تاني، بس فيرموس بيرد الهجمه المره دي وبيقرب بسرعه كبيره من الوحش وبيقوم مديله ضربه قاضيه. وبنلاقي انه قدر يقسم الوحش ده نصين ويخلص عليه تماما. وبنلاقي بقى اعضاء الفريق خايفين على هاميل بسبب الهجمه اللي هو خدها، وبيكون الحزن ماليهم كلهم. وبنلاقي فيرموس بيقول له ما كانش لازم أن تموت كده. فبنلاقي هاميل بيرد عليه وبيقول له الموتة دي مش مشرفه خالص. وبنعرف ان هاميل كان نادم جدا على الماضي بتاعه لانه عمره ما كان صادق مع زملائه. فهاميل بيندى على فيرموس وبيقول له يا فيرموس انتقم لي وهزمهم كلهم. فبنلاقي فيرموس مسك ايده وبيقسم انه هيبيدهم كلهم. فهاميل بيكون مبسوط جدا، هو قاعد عمال بيحتضر وبياخد انفاسه الاخيره. فهاميل بيقول لهم انتم اشجع واقوى محاربين وانهم الاقوى. وبيكونوا اصحابه متاثرين جدا بالكلام اللي هو قاعد عمال بيقوله، وبيقول لهم في الواقع انا. وبنلاقي واحد صغير قاعد عمال بيدوس على المجله فجاه، وبنكتشف انه كان قاعد عمال بيقرا في قصه او في مجله، وبيقول انا ما قلتش الكلام ده. وبيقول ايه القرف ده اللي انا كنت قاعد عمال بقراه. بيقول انا غاضب جدا بغض النظر عن عدد المرات اللي انا قرات فيها البتاع ده، ومش قادر يفهم مين اللي كتب التفاهه دي عنده. وتقريبا الشخص ده هو هاميل. وبيقول لو كان يعرف الشخص ده كان راح وضربه. وبيقول انا ليه الوحيد اللي لقبي ما فيهوش عظيم او حكيم او مخلص او شجاع، ليه لقبي الاحمق في القصه دي. وبيقولوا ان هم كتبوا البتاع ده من 300 سنه. وبنكتشف ان هاميل رجع بالزمن بعد الاحداث دي ب 300 سنه، وبيفضل يتسائل هم ليه سابوا الكتاب الخيالي ده وانهم ما فكروش يحموا شرف زميلهم. وبنلاقي هاميل بيقول ان ما حدش اتوقع موته على اي حال. وبنلاقي هاميل بيكون مستغرب انه رجع للحياه ومعاه ذكرياته من الماضي، وبيقول انه مات من 300 سنه لما كان بيقاتل ملك الشياطين. وبنلاقيه بيقاطع تفكيره وصوره قدامه وبيبقى ده فيرموس. وبنعرف ان تم تجسيده باعتباره سليل المحاربين فيرموس. وبنلاقي هاميل بيفتكر ذكريات عن فيرموس وبيقول ان فيرموس ده كان عنده معجبات كتير غير الزوجه بتاعته. وبنلاقي هاميل بيقول ان فيرموس ما كانش شخص مهتم بالنساء، بس بيقول ان ممكن التقدم في العمر بتاعه غير الحاجه دي فيه. وبيقول انه متفهم الكلام ده لانه انسان بعد كل حاجه. وبنعرف ان في العالم ده ان هاميل اتولد من جديد وكان اسمه يوجين، بس احنا هنكمل نناديه هاميل. وبنعرف ان بيبقى فيه حفل، وان الحفل ده بيحظر على الاطفال من العائلات الفرعيه استخدام اي سيوف حقيقيه او تطوير المانا. وبنعرف ان هاميل كان بيتدرب بسيف خشبي للسبب ده. وبنلاقيه بينهال بهجمات كتير وسريعه على دميه التدريب، وبيقوم حادف السيف الخشبي بتاعه وقاسم دميه التدريب نصين، فبتقوم دميه التدريب دي واقعه قدامه. وبنكتشف ان في واحد بيكون قاعد عمال بيتفرج وبيقول في نفسه انه كسر الدميه تاني. وبنكتشف ان الشخص ده يبقى ابوه، وبيبقى ابوه مستغرب وبيقول هو ده منظر جسم الطفل عنده 13 سنه. وبيقول بصراحه انا حاسس ان انا هخسر لو قتلته وانا اعزل. وبيقول له يا يوجين انا عارف انك ابني، بس انت احيانا تصرفاتك بتخوفني، تصرفاتك دي مش بتتناسب مع عمرك خالص. وبنلاقي يوجين بيبص له بنظره شرسه اللي هو هاميل. ووالده بيقول بالرغم انه خسر والدته في سن مبكر جدا بس هو ما حزنش عليها خالص. فبنلاقي هاميل بيقول لابوه الدميه دي بتتكسر عشان مهارات الحداده بتاعتها تافهه. وبيقول لابوه ازاي الحداد بيبيع منتج رديء زي ده. وبيقول المفروض نجيبه هنا ونعاقبه، بس انت رحيم جدا يا ابني. وبنلاقي ابوه بيقلق شويه وبيقول له ماشي انا هحذره. وبنلاقي ان الحفل ده هيبقى غدا، وان اسم الحفل حفل خط العائله، وان الحفل ده تقليد ملهوش معنى وبيحصل كل 10 سنوات في عائله قلب الاسد اللي يوجين جزء منها. وان في الحفل ده بيحضر جميع العائلات الرئيسيه والفرعيه وكل الاطفال اللي بتتراوح اعمارهم من 10 ل 15 سنه، وبيكونوا متجمعين في المنزل الرئيسي للعائله. وان الاطفال دول بيتواجهوا عشان يعرفوا مين عنده المهارات اللي بتليق بلقب قلب الاسد. وبيكون الموضوع ده زعجه جدا، وبيقول الناس دي في نهايه المطاف بيمنعوا الخط الفرعي من انهم يتقدموا زي عائله يوجين كده من خلال انهم يراقبوهم
يعلموهم من وهم صغيرين ويقيدوهم بعدم استخدام اي اسلحه حقيقيه او تطوير اي مانع. وبنلاقي ابوه بيقول ان يوجين ماهر جدا لدرجه انه مش قادر يفكر فيه على انه ابنه، وبيقول انه لو اتولد في الخط المباشر ما كانش هيحتاج انه يعاني من تقييد الموهبه بتاعته. فبنلاقي يوجين بيسال ابوه بيقول له انت تعبيرك كده ليه؟ فابوه بيقول له لا مفيش حاجه. فبنلاقي يوجين بيقدر يقرا ابوه، بيقول ان ابوه بيكذب وانه بيكره نفسه لانه مش موهوب. فبنلاقي الاب بيحط ايده على يوجين وبيقول له ما تواجهش الاطفال من الخط المباشر، وبيقول له بغض النظر عن مدى موهبتك فانت من الصعب عليك انك تواجه الاطفال من الخط المباشر. وبيقول له انهم طوروا المانا واتدربوا على اسلحه حقيقيه. فيوجين بيقول له طبعا انا مش هحاول، اكيد اسمع كلامك، بس اكيد احنا عارفين ان يوجين بيكذب. وبنلاقيه بيقول في نفسه ان دي هتبقى منافسه ضد اطفال عمرهم ما بيتجاوزوا 10 سنوات، وزي ما انتم عارفين يوجين راجع بالزمن من 300 سنه، فللسبب ده ما بيكونش قلقان خالص. فبنلاقي يوجين بيبص لدميه ثانيه، وبنعرف ان في الحفل ده هيكون هناك 3 اطفال من الخط المباشر و6 اطفال من الخط الفرعي. فبيقوم يوجين ماسك سيفه وقاسم الدميه نصين بضربه واحده، وبنعرف انه غاضب جدا لان الاطفال اللي هيواجههم دول يكونوا احفاد فيرموس. وبيقول يا احفاد فيرموس تعالوا نشوف قوتكم عامله ازاي. فبنلاقي في اليوم اللي بعده ابوه بيودعه، وبنلاقي يوجين بيقول في نفسه انه خلال حياته السابقه كهميل كان مفكر نفسه عبقري، لانه لما كان صغير في حياته السابقه ما كانش بيلاقي اي مشكله انه يتعلم حاجات جديده، وكان معدل نموه اسرع مقارنه بالاطفال التانيه. وبنلاقيه في مشهد في حياته السابقه بيكون غاضب جدا وبيشتم واحد ويقول له انت قلت ايه. وبنلاقيه كان بيشتم فيرموس، وان فيرموس كان بيقول له انت مجرد قمامه، وبيقول له انت كان ممكن تبقى اقوى بكتير لو حاولت بجهد اكبر. بس فاميل بيقول له انت مش شايف ان انا قاعد عمال بتدرب هنا؟ انا بحاول بكل استطاعتي. فاميل بيقول له حتى لو انت عبقري ما تفترضش ان الاخرين كلهم زيك. فاميل بيقول في نفسه انه ما كانش عبقري وان في عباقرة حقيقيين تانيين غيره. نعرف ان فيرموس عشان هو بارع باستخدام السيف والسحر كان لقبه اله الحرب، وان الكل كان معترف بيه كبطل لحد النهايه. وبيكون كل التفكير ده في دماغ يوجين وهو في العربيه لطريقه للحفل، وبيفتكر اصحابه التانيين زي الحكيمه سينا. وبيقول ان الفتاه دي تم دعوتها لمملكه اروس وانتخبت كاصغر رئيسه لبرج السحر، وان الشجاع مرون اللي هو كان صاحبهم اللي ماسك فاس كبير في اول القصه. بنلاقي يوجين بيقول عليه ان المطاف انتهى بيه بانه يعمل مملكه كامله خاصه بيه. فيوجين بيمسك ايد الكرسي اللي جنبه بغضب شديد، وبيقول ان اصحابه عاشوا حياه جيده لحد النهايه، ويبقى غاضب جدا. وبيقول ليه ملك الشياطين حي لحد دلوقتي وبصحه كويسه، وان في وصيته كان موصيهم ان هم ينتقموا له ويقضوا على الشياطين كلهم، وان كلهم وعدوه بانهم يهزموا ملك الشياطين، وانه فيرموس لما كان ماسك ايده كان وعده وهو كمان. فبنلاقيه قاعد عمال بيشتم في فيرموس وانه نكس الوعد بتاعه. فبنلاقي يوجين بيقول المكان اللي هو مات فيه كان قلعه ملك الشياطين، فبيستنتج ان فيرموس قطع وعد مع ملك الشياطين بعد ما هو مات، وبفضل الوعد ده انتهت الحرب ضد ملك الشياطين والسلام عم العالم كله، والسلام ده استمر لبعد 300 سنه. فبنلاقي سواق العربيه تقريبا بيقرب من الواد يوجين وبيقول انت شكلك متوتر سامه غريبه جدا، وبيقول له انت لو حاسس بالتوتر ده كله هيكون من الصعب عليك العيش في المنزل الرئيسي. فيوجين بيقول له شكرا على نصايحك يا سيد جوردن. وبنلاقي الراجل اللي راكب العربيه مع يوجين بيقول له ما تستعدش دلوقتي، ده لسه الطريق طويل جدا. بيفضل يطلع الراجل اللي في العربيه بيرد عليه وبيقول له ان في بوابات انتقال في العديد من الاماكن، عشان كده مفيش مشكله. يوجين بيكون غاضب وبيسال نفسه طالما في بوابات انتقال امال انا راكب العربيه دي ليه؟ فبيقول في نفسه انه ما عندوش الاذن انه يستخدم البوابات. وبنلاقيه اخيرا وصل للقصر. فيوجين اول ما بيخش القصر بيكون الجو هادي وما بيلاقيش اي ترحيب خالص. بيقول طبعا مش هيقيموا حفله ترحيب بيا. وبنلاقي صاحبنا بيركز في الاعلام شويه، وبنلاقيه بيقول ان دي اعلام ليم فيرموس لينهارت صاحبه اللي خانه، وبيقولوا ان هم الناس الوحيده اللي يقدروا يحطوا شعار الاسد على صدورهم، وبيقول انهم السيره المباشره لليونهارت او قلب الاسد. فيوجين بيسال صاحب العربيه بيقول له ليه قرايبه ما وصلوش لحد دلوقتي. فصاحب العربيه بيقول له انت اول الواصلين يا سيد يوجين، وبيدعوه انه يوريه منزل الضيوف. في المشهد اللي بعده بنلاقي نفسنا قدام قصر جميل كده، وبنلاقي نفسنا قدام خدامه اسمها نينا، وبتقول له يوجين ان هي هتكون الخدامه بتاعته خلال اقامته هنا، وبتقول له انه لو احتاج اي حاجه كل اللي هيعمله انه هيمسك الجرس ده ويرنه بس. فيوجين بيقول في نفسه على الاقل هم عينوا لي خدامه خاصه. فيوجين بيقول لها انت شكلك شابه، عندك كام سنه؟ فبتقول له عمرها 16 سنه وانها انهت تدريباتها مؤخرا. فيوجين بيقول في نفسه انهم عينوا خدامه متدربه لسه عشان لو عملت اي غلط ويوجين قال لها على الغلط ده هييجوا عشان يعاقبوه. وبيقول في نفسه انهم عازمين انهم يضايقوه. فيوجين بيسالها انت تعرفي قرايبها هيوصلوا امتى؟ فبتقول له انهم هيكونوا هنا خلال 4 ايام على الاقل. فبيقول لها وريني ساحه التدريب. فبتقول له عذرا. وبنروح لمشهد تاني وبيكون في شخصين تحت القصر ده، شخص منهم بيسال الشخص التاني وبيقول له ايه كان اسم الشخص ده مره تانية. فالشخص التاني بيقول له الشخص ده اسمه يوجين، ده قريبنا. فبنعرف انهم قرايب يوجين اللي كان بيتكلم عنهم. وبنلاقي الواد ده بيقول انه سمع ان يوجين من الارياف في غرب الامبراطوريه، بيقول انه اكيد معتاد على المجرفه اكتر من السيف الخشب، وانه ريحته اكيد ناتنه. وبيقول حتى لو كان من قرايبنا لازم نتحمل مسؤوليه
تخريب ملك العائله. فبنلاقي صاحبته دي بتوافق الراي وبيكونوا عاوزين يضايقوه، فبيقول لها لا احنا مش هنضايقه، احنا هنحذره بس. نعرف ان البيت دي اسمها سييل، وبترد عليه بتقول له انت رايق جدا. بس بنكتشف ان يوجين كان شايف الكلام ده كله، بس بنلاقي سييل بصت فجاه على يوجين، فيوجين بيستغرب جدا وبيرتبك ويقوم قافل الستاره بتاعته بسرعه. فسييل بتبتسم كده ابتسامه غريبه. وفي المشهد التاني بنلاقي يوجين في ساحه التدريب والخدامه بتتفرج عليه، وبيكون يوجين ماسك رمح طويل وقاعد عمال يتدرب بيه. وبنلاقي يوجين بيقول في نفسه ان عمره ما اتكسل في التدريب في حياته السابقه، بس بعد ما اتولد في الجسم الجديد ده بقى يتخطى حدود جسمه وبيتدرب فوق طاقته. وبيقول مش مهم قساوه التدريب، جسمه هيتولى الامر، وان الاصابات الطفيفه بتتعافى بسرعه. ويبقى قاعد عمال بيتدرب، والخدامه بتكون منبهره بالحركات بتاعته وبتقول انه ازاي بيتحرك بالطريقه السلسه دي، في اكياس رمل على ايده والرمح بتاعه. وبعدين بنلاقي شخصين بيندعوا على الخدامه وبيطلعوا نفس الشخصين من المشهد اللي فات قرايب يوجين، وبيسالوها يوجين بيعمل ايه دلوقتي. فبنعرف ان الواد ده اسمه سيان والبنت اللي جنبه اسمها سيال. فالخدامه بترتبك شويه بتقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا. فسيان بيقول لها انا الشخص اللي بيقول الاسئله هنا، وبيسالها تاني يوجين بيعمل ايه هنا. فيوجين بيخبط الرمح بتاعه في الارض وبيقول له انت مش شايف انا قاعد عمال بعمل ايه؟ انا بتدرب بالرمح بتاعي. فيوجين بيقول له احمق. فسيال اللي بتقول له يا اخي الكرو الغبي ده قال عليك احمق. فصاحبنا بيتعصب جدا وبيقول له اعتذر حالا. فيوجين بيعتذر، فالواد بيتنرفز خالص وبيقول له الاعتذار ده مش جاي من قلبك، وطي راسك وخليك مؤدب شويه. فيوجين بيقول له انت في نفس عمري. يوجين بيقول له احنا اصحاب دي لازم ننحل لبعض. فسيان بيقول له انت ازاي تفكر اني ممكن اصاحب واحد زيك؟ وبيقول له فعلا احنا من نفس العيله، بس ده مش معناه ان احنا متساويين. فاخته بتقول له بتفكروا بالمركبه، فهو بيقول فعلا. وبنلاقي اخوها بيقول ليوجين نظف العربيه اللي انت جيت بيها، وبيقول له اكيد انت لوثت المقاعد بالريحه النتنه بتاعته. فبيبقى يوجين متجاهله خالص، وبنلاقيه بيندى على الخدامه بتاعته وبيقول لها انت خدمتي مش كده؟ فالخدامه بتقول له بلا يا السيد يوجين. فبيقول لها نظف العربيه اللي انا جيت بيها لهنا. فالخدامه بترتبك وبعدين بتوافق. فبنلاقي الواد اتعصب وبيقول له انت ليه بتؤمر الخدامه بالامر اللي انا امرتك انت بيه؟ وبيقول مفيش فايده ان اتحدث بلطف معاه، تتجاهلني. وبنلاقيه بيبص جنبه فبيلاقي سيف خشبي، فبيقوم ماسكه على طول من غير تفكير وبيقول له انت بتتجاهل اوامري. فبعدين بنلاقي صاحبنا بيقول له خلاص هدي نفسك خلينا نتوافق مع بعض. فبنلاقي سيان اللي بتقول ليوجين انا ما عنديش ادنى اهتمام ان صاحبك. فسيان بنلاقيه متعصب جدا وبيقول له انت اهنتني، انا لازم اتحداك في مبارزه. فبنلاقي سيان بيقول ليوجين بارزني. فيوجين بيبقى مرتبك شويه ومش فاهم الواد ده بيعمل كده ليه. فيوجين بيقول له ان كلمه مبارزه مش كلمه هينه خالص، وبيقول له ما تزعجنيش بالكلمه دي وروح في طريقك. فسيان بيقول له انت شكلك خايف مني. فيوجين بيبتدي يغضب شويه، بس سيان بيقول له انت خايف انك تبارزني، وبيقول له ما دام انت خايف كده احني راسك واعتذر. فيوجين بيقول له لا انا ما كنتش خايف منك وانا كده كده مش عاوز ابارزك اساسا. فسيان بيقول له انت بتتهرب بس عشان انت خايف، وشكل ابوك وامك ما علمكش يعني ايه شرف. فبيلاقي يوجين اتعصب ورمى كيس الرمل اللي في ايده وبيقول له يلا نتبارز. فسيان بيرتبك جدا. فيوجين بيقول له تعالى لي بسرعه اهجم بكل اللي عندك. وبنلاقي يوجين بيقلع الستره بتاعته وبيقوم راميها بعيد، وبيكون الكلام ده بيحصل قدامهم كلهم خدامه وسيان واخته. فسيان بيبقى مرتبك جدا وبيستغرب هو ازاي كان شايل كيس الرمل دي في ايده وكان بيتمرن بيها، وانه كان مفكر كيس الرمل دي اكياس فاضيه وانه عامل الموضوع ده كله عشان يلفت الانتباه. وبيلاقي قاعد عمال يفك كيس الرمل من على الرمح بتاعه. فبتبقى سيال متشوقه جدا للقتال ده، وسيان بيبقى مرتبك جدا ويقول ما ينفعش اتراجع. بيقول ان سيال هتسخر منه لو اتراجع دلوقتي. فسيان بيقول في نفسه انه لازم يعاقبه عشان الشرف بتاعه. فسيان بيقول له يوجين انا بتحداك في مبارزه. وفي الوقت ده بيكون يوجين فك كيس الرمل من على الرمح وبيقول له بقبل التحدي بتاعك. فبتبقى سيال مصدومه جدا، وبنلاقي يوجين هجم على سيان بهجمه قويه جدا بالرمح بتاعه، وسيان بيبقى مش مستحمل خالص، ومن قوه الضربه سيان طار بعيد جدا. وبنلاقي يوجين بيقول انه فاز بعد ما غلبه بضربه واحده بالرمح بس. فبنلاقي سيال اللي بتجري عند سيان تساله هو انت كويس؟ بس سيال اللي بتقول ان المبارزه دي ما كانتش مشرفه خالص. فبنلاقي يوجين بيرد عليها وبيقول لها ايه المهين حوالين الموضوع ده، وان المبارزه بتبدا بمجرد القاء المنشفه، وان ده خطا سيان انه يتخلى عن حذره. فسيال اللي بتقول له الكلام ده صح وبتشاور عليه وبتقول له انت اتدربت على المانا مش كده؟ فيوجين بيقول لها لا انا ما اتدربتش على المانا، بيقول ان مش مسموح ليه انه يتدرب على المانا. فسيال اللي بتقول له انه كذاب وبتقول له ما فيش طريقه انك تقدر تمسك رمح في اكياس رمل زي كده من غير استخدام مانا، وان الهجمه اللي انت هجمت بيها دي كانت سريعه جدا لدرجه انها خلت سيان يتخلى عن حذره وانه ما قدرش يرد على الحاجه. فيوجين بيضحك ويقول لها كويس انت عينك مش للزينه، وبتقول له الكلام ده اتقال كتير جدا. فيوجين بيقول لها الموضوع مش كأن اخوك اتعرض للضرب فجاه، اخوك اول ما انا هجمت رجع لورا بسرعه عشان يقلل الضرر الناتج عن الهجمه. ويوجين بيقول ان ده مذهل لانه ربما ما عندوش اي تجارب فعليه في القتال الحقيقي. فيوجين بيقول في نفسه لو هو فكر في نموه في المستقبل هيكون عنده امكانيات، بس بيقول انه مش هيكون قوي كفايه عشان يكون سليل فيرم. فبنلاقي سيان بيقوم من مكانه
وبيقول له انت اتجرأت انك تضربه، وبيقول له انت جبان جدا. فيوجين بيرد عليه بيقول له انت شكلكم توأم، انتوا الاتنين بتقولوا نفس الحاجه. فيوجين بيقرب منه وبيقول له لو انت سليل شريف اتقبل الهزيمه واعترف بيها بشرف. فبنلاقي شخص غاضب جاي من ورا يوجين وبيندع عليه وبيبقى مستغرب جدا. فيوجين بيبص على كتفه وبيقول ان ما عندوش اسد على كتفه او صدره، وبيقول ده اكيد فارس العائله مستاجراه. ويوجين بيقول ان شكله ماهر جدا. فبنلاقي سيان بيتعرف عليه وبيقول له انا اتهزمت يا هزار، وبنكتشف ان الشخص ده اسمه هزار. سيان بيقول له انه اتحدى في مبارزه وخسر، وهزار بيبص ليوجين باستغراب وبيقول له اعتذر على التاخر في تقديم نفسي، ويقول ان اسمه هزار وانه المسؤول عن تعليم السيد الشاب سيان. ويوجين بيلاقيه بيعرف نفسه اسمه يوجين ليونهارد وانه من غدول، ويبقى هزار مستغرب جدا وبيقول ايه اللي حصل هنا. فيوجين بيقول له سيان اتحداني واهان والدي. فسيان بينكر الكلام ده. فيوجين بيقول ان سيان قال انه ما تعلمش الشرف من والده وانه قال عليه جبان كمان. فبنلاقي يوجين بيقول لهزار هو ده مش سبب كافي ان اقبل المبارزه دي. فهزار بيرتبك وبيقول انت عندك حق. فبنلاقيه بياخد سيان بعيد وبيقول له تعالى نعالج اصابتك. فبنلاقي سيان اللي بتقول ليوجين اشوفك بعدين، وبنلاقي هزار بيقول ليوجين امل ان اشوفك تاني بعد كده، وبيودعه يوجين. وبعدين بنلاقي يوجين لوحده في غرفه الطعام قاعد عمال بياكل، والخدامه جنبه بتندى عليه. فيوجين بيقول لها نينا هو انت كنت بتدور عليا ولا؟ الخدامه بتقول له ايوه، وبتقول له ان قرايبه هيوصلوا بكره والباقيين من قرايبه هيجوا بالليل عن طريق بوابه الانتقال. فيوجين بيقول في نفسه انهم جم بدري عن المتوقع. بنلاقي يوجين قاعد عمال بيبص للقلعه اللي هو فيها، وبنلاقيه بيفتكر فيرموس وبيوعده انه هيفسخ سلالته كلها. وامها بتسالها اخوك خسر ازاي؟ بس هي اللي بتقول لها ان في بدايه القتال يوجين دفعه باستخدام الرمح، فاخوها اتفاجئ وتراجع بس رمح يوجين كان اسرع. فامها بتقول هو ده اللي حصل، يبقى القتال هو ما خسرش بس ده القتال انتهى من ضربه واحده كمان. بعدين بتندى على هزار وبتطلب منه ياخد ابنها بعيد، فابنها بيكون قاعد عمال بيعيط وهزار بياخده ويمشي. فبعدين الام بتندى على سيل وبتقول لها الصبي ده اللي اسمه يوجين خليكوا قريبه منه. سيل بتستغرب فامها بتقول لها ان الواد ده قوي كفايه لدرجه انه هزم اخوكي. انا عاوز اقتل الواد ده دلوقتي حالا، بس انا هبقى المشتبه بيه الاول. وفي عيله ليونهارد اي جريمه قتل بيجي المسؤولين عن قانون الاسره وبيحققوا في الموضوع، وانا عاوز اتجنب الكلام ده باي ثمن. كده هيكون كويس انك تكوني قريبه منه، وجودك بالقرب منه هيبعد الشك عننا. سيل اللي بتقول لها ماشي، انا كده اساسا عاوز اعرف المزيد عن الواد ده، انا هكون صداقه معاه. اليوم اللي بعده بنلاقي ان الورثه التانيين وصلوا اخيرا، وفي الوقت نفسه بيكون يوجين قاعد عمال بيتضرب. فالخدامه بتنده عليه تقول له السيد الشابي الضيوف جم اخيرا، بس مش الضيوف بس هم اللي جم، مالك الاسره هنا هو كمان، مالك اسره ليونهارد. فالخدامه بتتلعثم وبتقول له انت لازم تغير لبسك دلوقتي عشان تروح عشان تحييه. فيوجين بيقول لها انا الوحيد اللي هبقى متاخر، فالاحسن نمسح العرق ده الاول، وكفايه كده بصراحه. ونعرف ان ام سيان وسيل الزوجة الثانية في عائلة ليونهارد. الشخص اللي قدامنا ده ثيونيس دي الزوجة الاولى، ده ابنها، وابنها بيكون الابن الاكبر في العائلة الرئيسية، والمفروض ان الواد ده هو اللي هيتولى الخلافة بعد موت ابوه، وهيبقى هو الواجهة الرئيسية لعائلة ليونهارد. واخيرا صاحب الحفلة الواجهة الرئيسية لعائلة ليونهارد والمالك الرئيسي للعائلة جيلاد ليونهارد، وجنبه شقيقه الاصغر جيون. بعدين بنلاقيه بيقرب من ايود بيقول له ايود انت شكلك كبرت، يا ترى مهاراتك هي كمان كبرت ولا ايه؟ لا ايود كده بيتوتر وبيقول له انا بحاول بكل جهد البي توقعاتك يا ابي. فبنلاقي الرد ما عجبش ابوه قوي. فبنلاقي جلاد بيبص لزوجته التانية وولاده وبيرحب بيهم، بيقول سيان وسيل انا تقريبا ما تعرفتش عليكم، انتوا بتكبروا بسرعه. جيل فورد سمعت ان عندك ابن، انا بعتذر اني ما قدرتش احضر حفل ابنك. جيل فورد بيتوتر بيقول له ما تقلقش عن الحاجات دي بسيطه جدا، مش محتاج تعتذر عشانها. فجلاد بيلتفت كده بيقول واخيرا اطفال الخط الفرعي خلونا نتناول الوجبه سوا وهنتناقش واحنا بناكل عن مراسم حفل استمرار العائله. فبعدين في المشهد اللي بعده بنلاقيهم على طاوله الطعام، وبيكون جيلاد قاعد جنب ولاده الشرعيين في الجنب التاني الخط الفرعي. يبقى في اتنين في الخط الفرعي كده، واحد مفتول جدا بيكون اسمه غارغيس، جنبه بنت كده اسمها ديسيرا. دول يبقوا الشخصين اللي جم على بوابه الانتقال. هل هم دول الشخصين الاكثر شهره داخل العائلات الفرعيه؟ ومين الشخص ده؟ انا فكرت ان اللي حضر الوليمه هم الاطفال اللي حضروا طقوس خلافه الدماء بس. فبلاقي البنت بتسال ابوها مين الضيف ده؟ ابوها بيقول في الواقع انا كنت هقدمها ليكم في وقت لاحق ليلا، بس الضيف ده بيقاطع كلامه وبيقول له مش مهم، من اللطيف مقابلتكم يا عيال صغيره انتوا. انا اسمي روبريان وانا من برج عروس الاحمر. روبريان سيد برج السحر الاحمر. فيوجين بيتصدم جامد وبيتف القهوه اللي فوق، كلهم بيبصوا له كده بيقولوا انت كويس؟ لا كملوا ده انا كويس جدا. صاحبته اللي في الفريق في الحياه الماضيه كانت هي سيده البرج الاحمر. الشخص اللي قدامه ده يبقى تلميذه صاحبته سينيا، اترقت عشان تبقى صاحبه البرج السحر الاحمر. فبنلاقي صاحب العائله بيبص له يقول له انت اسمك يوجين
صحيح انا سمعت عنك من ثيونيس وعرفت ان ابني اهانك انت وابويك. فيجين بيقول له اجل، بس دلوقتي مفيش اي ضغينه ما بيننا. فبيساله هل مفيش ضغينه عشان انت فزت في المبارزه؟ فيجين بيقول له لا طبعا، حتى لو انا خسرت، لو ما قدرتش احافظ على شرفي عشان انا ضعيف، فالاهانات هتبقى اقل حاجه لازم أنا اتحملها في الموقف ده. فبيقول له ده انت افضل من ابني بكتير. فبيندى على سيان بيقول له انت مش خجلان من هزيمتك دي؟ بس اكتر حاجه انا خجلان منها دلوقتي انك قلقان من انك احرجتني وانت ما عندكش اي فكره لازم تعمل ايه. دي كانت مبارزه انت بداتها عشان رغباتك الشخصيه، ومع كده بعد ما انت خسرت المبارزه قدام يوجين لسه ما اعتذرتش ليه دلوقتي. فبيقول له لكن بيقول له طالما انت واحد من عيلتنا وجزء من السلاله بتاعتنا لازم تعرف ازاي تحترم الاخرين مش نفسك بس. فبيعتذر من يوجين. فيجين بيقول له انا شايف ان انت بتجبر نفسك على الاعتذار يا طيب. فجيلات بيقول له يوجين ابوك هو جيهارد مش كده؟ فيجين بيقول له بالطبع. فبيساله هي مهاراتك دي من تعليم ابوك؟ بيقول له ابويا علمني الاساسيات بس الباقي انا اتدربته بمفردي بدون اي معلم. فبنلاقي البت دي بتتصدم بتقول بدون اي معلم، والواد اللي جنبها بيتصدم هو كمان وبيقول بدون اي معلم وقدر يتغلب على سيان. فجيلات بيقول طقوس خلافه الدماء دي هتبقى مثيره للاهتمام. وبعدين بنلاقي مجموعه من الخادمات بيدخلوا وبيقدموا ليهم الاطباق. فجيلات بيقول لهم اتمنى ان الاكل يكون في مستوى توقعاتكم. في المشهد اللي بعده بيكونوا خلاص خلصوا اكل. جيلات بيقول زي ما انا قلت قبل كده انا قررت اعمل العشاء ده عشان اتكلم في تفاصيل طقوس خلافه الدماء. وبيقول انا بخجل من الكلام ده بس تقليد طقوس خلافه الدماء هو مجرد تمييز. طقوس خلافه الدماء تقليد رئيسي للعائله، ما بيسمحش للاطفال من العائلات الفرعيه بالتدريب باسلحه حقيقيه ولا حتى يستخدموا مانع الا لما تبدا الطقوس. فلو طقوس الخلافه هتحصل في ظل الظروف دي فما فيش اي طريقه لطفل من عائله فرعيه انه يضرب طفل من عائله رئيسيه. في الحاله دي هيدخل 3 من اطفالي في الطقوس دي. وبيقول مع كده هيكون من العدل ان اتحقق بس من امكانيات اطفال انا، فلازم اتحقق برضو من امكانيات اطفال العائلات الفرعيه. السبب من الطقوس دي هو ان احنا نتاكد من الخليفه الشرعي. المهم لو كان الشخص ده من العائله الرئيسيه او الفرعيه، المهم انه هيكون سليل لفيرم. فيجين بس وبيقول فيرمس احفادك شكلهم الطف منك. فجيلات بيقول لهم عشان السبب ده قررت اطلب المساعده طقوس خلافه الدماء دي. وعشان كده الشخص ده هنا بتمنى للجميع حظ سعيد. وبيلاقيه فعل سحر كده وبنلاقي قدامهم خريطه افتراضيه وبيقول لهم طقوس خلافه الدماء العام ده يتم في متاهه انا انشاتها. كل هيدخل المتاهه دي من اماكن مختلفه. كل اللي عليك تعمله انك تهزم الزعيم اللي في وسط المتاهه. طبعا لازم تهزموا الوحوش جنبوا الافخاخ اللي انا حطيتها لكم في وسط الطريق. ومع كده كل اللي هيحصل جوه المتاهه دي مجرد وهم انا صنعته بالسحر. كل اللي هيحصل في المتاهه مش حقيقي بس عقلك هو هيوهمك، بس دي حقيقه زي الواقع. فكير بيقول لما استخدمش السحر الاستدعاء بس بستخدم سحر الوهم كمان عشان يخليه اكتر واقعيه. بيقول ده فعلا يستحق منصب سيد البرج السحري. وبيقول لهم لو انتم اتجمعتم وقتلتم الزعيم النقط هتتوزع عليكم وهيتم ترتيبكم على حسب النقط اللي انتوا هتجمعوها من اول دخولكم المتاهه. فيلاقي الواد ده بيساله واحنا ممكن نقدر نهرب من المتاهه دي لبره؟ فبيقول له طبعا لو انت خايف جدا تقدر بس تبقى عند المدخل بتاع المتاهه وما تتحركش من مكانك، بس كده مش تقدر تحقق نتيجه كويسه. فيجين بيساله لو هزمنا الزعيم ده ايه اللي هيحصل؟ فصاحب العائله بيقول له هخليك تاخد اي حاجه انت عاوزها من المخازن. فيوجين بينبهر. في المشهد اللي بعده بيلاقي يوجين ماشي كده لوحده ويقول لازما اكون قادر على الفوز بسهوله في الطقوس دي. اتوقع ان المشكله الوحيده اللي هتقابلني الحاجه اللي هختارها من المخازن العائله. بس يوجين بيقف كده فجاه وبيلاقي الاثنين دول قدامه. فبيسالوه هو انت فزت فعلا في مبارزه ضد سيان قلب الاسد؟ يوجين بيقول لهم ايوه، لو ما عندكمش اي اسئله تانية امشوا من وشي. المشهد اللي بعده لا يوجين قاعد عمال بيتدرب بالليل وقاعد عمال بيلوح في سيفه. وفي وسط تدريبه ده بيبص وراه بيلاقي نفس الاتنين مستنيينه والبت دي بتكون ماسكه رمحين. فيوجين بيقول هما بيعملوا ايه هناك؟ مش هيمشوا ولا ايه؟ فبيلاقي الشخص ده بيقرب من يوجين وبيقوم خلع القميص بتاعه ويقوم شاد عضلاته. فيوجين بيستغرب جدا بيقول هو البني ادم ده غبي ولا ايه؟ فبيقرب من يوجين بيربط صدره بيقول له تعالى تقدر تلمسها عادي. بيقول له لا شكرا. بيقول له يوجين عيلتي عندها دواء سري خلى العضلات تنمو اسرع نمو عضلاتك على حسب تدريباتك وملهوش اثار جانبيه خالص. بيساله لو هو مهتم. فيجين بيقول له انت جيت هنا عشان تبيع لي زيت الافعى ولا ايه؟ فيلاقي البنت دي بتقرب منه تقول له سواء انت راجل او امراه لو هتاخد الدواء ده خلي لحيتك تطلع. وبتقول له سمعت ان انت استخدمت رمح اثناء المبارزه مع سيان. فبتقول له انت ليه دلوقتي بتستخدم سيف خشبي طالما انت مستخدم للرمح؟ فيجين بيقول لها انا بستخدم السيف والرمح مع بعض. فهي بتقول له يبقى انت بقى بتستخدم اي سلاح ببراعه. فبترمي له الرمح يعني يوجين ماسك الرمح. فبتقوم قايله له انا متخصصه في الرمح فرزني. فيجين بيقول في نفسه ده التعامل معاه شكله هيبقى اسهل اكتر من الراجل اللي عاوز يبيع لي زيت الافعى ده. غير كده انا
عندي شويه فضول اعرف مستوى مهارات العائلات الفرعيه دي، خصوصا ان دول الاتنين الافضل في العائلات الفرعيه. بالله يوجين بيوافق على القتال، فالاتنين بيستعدوا للقتال. يوجين بيبص للراجل وبيقول له انت بتعمل ايه هناك؟ فبيقول له عادي انا الحكم، المبارزه دي وديه بس لازم تكون عادله. فالتصرفات دي بتفكر يوجين بصاحبه القديم، انتوا هتبداوا القتال دلوقتي مجرد ما انا اقول ابدا. فالبنت بتقول له يلا انجز، بتقول في نفسها استخدم السيف الرمح مش هضحك، هوريك تكون الرمح صعب قد ايه، ساعتها هتعرف انك غبي جدا. يلا ابداوا، والقتال بيبدا. بتتخض عليه بسرعه بالرمح بتاعها، بس بتتصدم وبتتراجع وبتقف مكانها. في ايه خارجه من يوجين بتقول مفيش اي ثغره. فيوجين بيقول لها انت بتعملي ايه؟ قربي. فبتهاجم عليه، فبيقوم يوجين صد الهجمه بكل مهاره، فبتقوم هاجمه تاني، فيصد يوجين الهجمه التانيه، هجمه ثالثه، رابعه، هجمات كتير يوجين بيتصدى ليها. فيوجين هو بيتصدى للهجمات دي بيقول كويسه جدا مع انها مش بتستخدم مانا، ولو خدت سنها في عين الاعتبار ده امكانياتها هتنمو بشكل كبير جدا في المستقبل، بس هي مش منافس كافي بالنسبه لي. فبيقوم صادد اخر هجمه صدة قويه جدا. فبيقول لها ايه اللي حصل؟ انت ما قدرتيش تلمسيني ولو مره واحده حتى. تقول له اخرس. تقول في نفسها ده قادر يتصدى لكل الهجمات من غير ما يتحرك حتى من مكانه. فبتقول له غرورك هيكون سبب هزيمتك. فبتنقض عليه بسرعه عاليه، بتنزل عليه بوابل من الهجمات. فيوجين بيتصدى ليهم كلهم، وفجاه تختفي من قدام يوجين وبتيجي من وراه وتقول له وراها ان انت ما تقدرش تدافع عن نفسك من الجنب ده. بتهجم عليه بسرعه بس في حركه سريعه يوجين بينط وبيقف على الرمح وبيوجه رمحه ليها، وبيكون القتال انتهى ويوجين هو الفايز. المشهد اللي بعده بنلاقي الواد المفتول ده قدام سرير يوجين وبيقول له احنا لازم نشتغل سوا. فيوجين بيقول له انت صحيتني من النوم مخصوص عشان تقول لي الكلام الفاضي ده؟ فالراجل بيقول له انا عاوز اسمع جوابك. فيوجين بيقول له انت سمعت عن طقوس الخلافه من شويه، احنا كلنا بندخل المتاهه من مداخل مختلفه، ازاي هنشتغل سوا يعني؟ فبيقول له احنا هندخل من مداخل مختلفه بس الوضع هينتهي بينا في نفس المكان، هننتهي في قلب المتاهه عند حجره الزعيم. وبيقول له ان التوأم من العائله الرئيسيه اكيد هيشتغلوا سوا برضه. جيم بيقول له يبقى انت اعتبرك انك بتقترح عليا انك عاوزنا نتعاون عشان نهزم الزعيم الابسط. بيقول له ايوه. فجيم بيقول له انا حاسس ان انا اقدر اعمل الكلام ده بنفسي. بص جنبه لا البت دي تقول له انت مغرور جدا بس انت فعلا قوي. بتقول له لو انت هتساعد فاحنا اكيد هنقدر نهزم الوحش ده بدون. فجيم بيقول لها انت ليه يائسه جدا انك تهزمي الزعيم ده؟ فبتقول له يوجين في طقوس خلافه الدماء دايما في كل الطقوس كل من الخط المباشر ومن الخط الجانبي مفيش ولا مره من الطقوس دي فاز فيها الخط الجانبي، بس المره دي مختلفه. انا حاسه ان في فرصه المره دي، انا وغاريوس وانت احنا الثلاثه نقدر نفوز بسهوله ضد العائله الرئيسيه. فجيم بيبص لها كده. في المشهد اللي بعده بنلاقي سيد برج السحر الاحمر ده او سيده مش عارف بصراحه ايا كان، بنلاقي مع الزوجه الاولى وبتقول ان هي جايبه صاحب برج السحر ده عشان يعلم ابنها اودي وهو صغير كان طفل بيحب يتعامل مع السحر، كان مهتم بيه جدا. بسبب اهتمامه ده اتعلم العديد من انواع السحر المختلفه، بس لو اودي هو طالب لسيد برج السحر الاحمر فمش هيبقى قدامه الخيار غير انه يسيب البيت بتاعه. في نفس الوقت سيانوس هي اللي هينمو بشكل كبير، واللي معناه ان اودي هيتخلى عن كونه وريث العائله الرئيسيه. تقول في نفسها ان المشكله طقوس خلافه الدماء، وبتقول كده هتجيب الكلام لاولادها وهم هيبقوا ضحوكه للناس كلها، وبالتفكير في الموضوع ابنها هيخسر قدام طفل عائله فرعيه. وبتقول لو يوجين قوي لدرجه انه ممكن يهين العيله كلها باكملها ده ممكن يغطي على هزيمه سيان. بعد 4 أيام أخيرا بدأت الطقوس وبيكونوا الطلاب متجمعين قدام البوابة، وسيد البرج الأحمر يكون قاعد عمال بيأهل البوابة للدخول، وبيلاقيه بيوزع عليهم حاجات غريبة كده. بيقول لهم أول حاجة هنعمل لكل واحد سلاح، بيقول لهم حاولوا تفكروا في سلاح بدماغكم، حاولوا تشكلوه كده. بنلاقيهم كل واحد ماسك البتاعة دي مش عارف يعمل بيها إيه، بس البت دي اتفكرت بسرعة وعرفت تشكل سلاحها. فبتسأله إيه اللي هيحصل لو السيف ده اتكسر؟ فبيقول لها السيف ده تم إنشاؤه بالسحر هو المتاهة، فالسيف ده استحالة يتكسر خالص. فبتسأله وانا ممكن اصنع حاجة تانية بدل السيف؟ بيقول لها ممكن تنشئي اي حاجة، دمية او جولم، بس ما تقدريش تنشئي اي حاجة حية. فالواد ده بيسأله احنا ليه ما نقدرش نصنع اي حاجة حية؟ فبيقول له عشان ده من محرمات السحر تحط روح. حاجة تانية هي قوة جميلة بنملكها احنا الكائنات الحية. وبيلاقي الراجل ده عرف يكون سلاحه بيبقى سيف عملاق جدا، وبيقول ده سيف عظيم اتعودت ان انا اشيله لما كنت في العائلة. بيقول لا ده سيف حقيقي بدل سلكة السنان اللي انت ماسكاها دي. وبنلاقيها هي عادة تكوين سلاحها وبقى رمح، كل واحد فيهم طلع يكون سلاحه.
ويوجين كون درع وسيف. فالبت دي بتسال يوجين انت هتعمل ايه لو قابلتني في المتاهه؟ هتقتلني؟ فيوجين بيساله واحنا ممكن نقاتل بعضنا جوه المتاهه؟ فبيرد عليه ويقول له مفيش حاجه هتمنعك عشان المنافسه هي جزء من طقوس الخلاف. مع كده التعاون واتخاذ القرار الجيد ما يقلش اهميه عن الطقوس دي عشان احنا كلنا اسره واحده نشترك تحت اسم ليون هارت بعد كل شيء. فبنلاقي البت دي بتبص ليوجين بنظرات غريبه كده. يوجين بيبقى مستغرب جدا يقول يا بنت القرف ده شويه. اخيرا كل واحد صنع سلاحه. دلوقتي كل واحد فيكم يلبس القلاده دي. وبيلاقي بيوزع قلادات لكل واحد بيقول لهم القلاده دي هتبقى مرتبطه بعقلك. لو انت كنت خايف جدا في المتاهه فالقلاده هتتفاعل مع الخوف ده. بيقول لهم لو ده حصل اعتبر الموضوع خطير جدا وانا هتدخل بنفسي. فيجين بيقول شكلها اداه امان لمنع حدوث اي حوادث، ولو حسيت انك في خطر امسك القلاده وانده للمساعده بصوت عالي. ده كل حاجه ودي كل القواعد، يلا اتفضلوا ادخلوا. بيقول لهم انتوا كلكم هتدخلوا من مدخل واحد بس كل واحد هيتم توجيهه لمسار مختلف في اللحظه اللي رجلكم هتخطي الحاجز ده. فكلهم بيتقدموا نحو البوابه. البت دي بتقول ليوجين حظ سعيد. بطلي قرف بقى وتلزقها يا بنت انت. فيوجين بيقوم داخل البوابه. بص كده بيلاقي نفسه في مكان مظلم جدا. يقول ده بيفكرني في ايام زمان. ايام زمان انا استكشفت الكثير من المتاهات. بص فوق كده بيقول السقف مغلق وبيقوم موجه سيفه. بيقول للجدران تخلي المساحه ضيقه جدا هيكون من الصعب استخدام سلاح مدى بعيد. بيقول عشان السبب ده اخترت سيف ودرع لان ده احسن اختيار في معظم حالات القتال تقريبا. بيقول اشك ان المتاهه دي مش هتشكل اي تحدي بالنسبه لي بما انها اتصنعت لشويه اطفال بس. ودلوقتي يلا بينا جوه المتاهه. بتبدأ مراسم الوراثة وبيفشل 3 وكلهم من العائلات الفرعية، وبيتبقى 6 منهم بطلنا يوجين. وخليني استعرض لك مهارات كل واحد فيهم. جارجيس ممكن يبان عبيط شوية لكن بقوته الساحقة ما بيواجهش مشاكل مع الوحوش. ديسيرا ذكية وتركز انها تهرب وتخرج من المتاهة بدل ما تستهلك قوتها. سيان الغشاش والدته كانت ادته خريطة المكان فكان عارف اماكن الفخاخ. سيل اخته رشيقة وبتقاتل الوحوش ببراعة. وبنشوف كمان ابن الزوجة الأولى اسمه إيود مهتم بالسحر لكن مهاراته في السيف لا بأس بها. جيلاد بيتكلم مع روبي وبيقول إنهم رفضوا يعلموه السحر لأنه مالوش قيمة في عائلة فيرماث. روبي ترد وتقول إنه شخصيتها المفضلة في فريق البطل هي الساحرة سينيا. ولسه جيلاد هيقول رأيه. ننتقل للمشهد عند يوجين اللي بيقاتل قزم عملاق بكل شراسة وبيقدر يهزمه كمان. وهنا الاثنين بيكونوا مبهورين بقوته خصوصا جيلاد اللي بيكون مبهور رغم ان عمر يوجين 13 سنة بس واول مرة يقاتل اقزام قدر يهزمهم بسهولة وبثقة غير مهزوزة. روبي ترد وتقول النوع ده من الاطفال بيطلق عليهم عباقرة. وفي مكان تاني جارجيس بيقاتل قزم عملاق برضه لكن شكله خلاص بيجيب اخره ومع ذلك يكمل ويقطع رجليه ويطعنه ويهزمه وبعدها يصرخ زي العبيط ويغمى عليه. وعند سيان يشتت القزم ويهرب ويتجنب القتال تماما. وهناك يقابل أخته سيل اللي تقوله مش دي متاهة مش ممكن يظهر لنا شبح. وسيان كان أصلا ناوي يبهرها بمهاراته ويرجع كرامته بعد ما خسر قدام يوجين لكن فجأة يظهر قدامهم شبح. لكن في الحقيقة كانت ديسيرا ومغطية بالجراح وتقول له مالك بتصرخ كأنك شفت شبح. ويطلع أن ديسيرا كانت قاصدة تخوف سيان عشان تهاجمه لكنها فشلت. ولما يعرفوا خطتها تهرب منهم وسيان وسيل يجروا وراها لكن فجأة الأرض تقع وسيان يقرر يستخدم المانا ويقفز المسافة وفعلا ينجح. ولسه بينادي على أخته يلاقيها عملت نفس الحركة وبقت جنبه ويفضلوا يجروا ورا ديسيرا لحد ما يوصلوا للزعيم. وهناك يلاقوا يوجين سبقهم بوقت طويل وبيقولهم كنت مستني أشوف مين فيكم هيوصل الأول. في اللحظة دي ديسيرا بتسأل يوجين لو كان مستنيهم عشان يتعاونوا زي ما اتفقوا لكن يوجين بكل غرور يقول إنه استناهم بس عشان يديهم فرصة يفكروا إنهم ممكن يفوزوا وإنه لوحده كفاية يهزم الزعيم. الكلام ده يضايق سيان لكن يوجين يكمل ويقول لهم إنهم هيقاتلوا حسب ترتيبهم. وأول واحدة وصلت بعده كانت ديسيرا فيقولها لو الدم اللي على وشك ما أثر عليكي استسلمي لكنها ترفض وتبدأ القتال. سيان يسأله أنت مش هتقاتل الأول؟ يرد يوجين أنا هقاتل في الآخر. سيان يقول أنت مفكر دورك هيجي أصلا؟ يوجين يرد أبا قابلني لو هزمته أنا مستعد أناديك أخويا الكبير طول حياتي. وتبدأ المعركة والزعيم يكون مينوتاورس وحش ضخم جدا قوته مرعبة. ديسيرا تهاجم لكنه يصدها ويرميها بعيد. بعدها يجي دور سيان ويقول إنه دم العائلة الرئيسية أقوى لكن يوجين يضحك عليه. سيان يحاول يستخدم
يستخدم سيف المانا لكن الطاقة تختفي، ونفهم إنه روبي صممت المتاهة عشان مفيش فرق بين اللي بيستخدم المانا واللي لا. يوجين يقول له لو هتخسر من غير المانا استسلم، لكن سيان يرفض عشان أخته بتتفرج عليه، وبهجم سيان بكل قوته على المينوتور وبيقدر يجرحه جروح صغيرة، وبحاول يهجم على رجله عشان يسقطه، ولكن المينوتور بمنعه وبمسكه يطيره بعيد، وبيخسر سيان هو كمان. وفي اللحظة دي يوجين بيقول لسيال يلا الدور عليكي، فبتقول له بكل براءة مش عاوزة أقاتل، وطالما مش هينفع استعمل سيف المانا فمستحيل أهزمه. فبيقول لهم يبقى خلاص دوري أنا، وبيلبس درعه وبيجهز سيفه وبينطلق يوجين للمعركة، وبيقول أنا مش متأكد لو كنت ههزمه لكني مش هخسر. وبيتفادى يوجين هجمات المينوتور وبيطلع فوق رأسه وبيخليه يضرب نفسه، وفي اللحظة دي بيستغل الفرصة وبيضربه في رقبته بالسيف، وبكده بيكون انتصر يوجين. وبيتفاخر بنفسه قدام سيان، والمرة دي مش بيكون سيان متضايق بل بيكون معجب بيه. وبرا المتاهة بيكون جيلاد وروبي مصدومين ان يوجين هزم الزعيم لوحده، وكان اساسا الهدف من المتاهة هو تعليمهم العمل الجماعي. وبيقول له جيلاد طبيعي يفوز، انا بحثت في خلفيته وطلع انه انسان مثابر وكان بيتمرن طول الوقت لما كان بيكون هنا في العائلة الرئيسية. وهنا روبي بتنصحه انه يتبناه، وده عشان باقي العائلات ما تحقدش عليه وتقتله. فبيرد جيلاد وبيقول بصراحة تبني شخص بالموهبة دي هيكون كنز بالنسبة لي. وبيجمع جيلاد الابناء كلهم وبيحس بخيبة الامل من ايود، وإلي ما وصلش حتى المنتصف المتاهة، وده لانه ما كانش مركز من كتر الوحوش. ومختلف انواع السحر بالنسبة لسيان واخته سيل قدروا يوصلوا لحد الزعيم ولكن ما هزموش. وبيبارك ليهم جيلاد على مجهودهم وبالاخص يوجين، وإلي بيقول له ان طريقتك في التغلب على الفخاخ والوحوش كانت ممتازة، ده انت حتى هزمت قزم عملاق بدون اي اصابات. وجرجس بيكون مصدوم لانه هزم القزم بشق الانفس، وبيقول لنفسه يا لو كان خد الدواء بتاع العضلات كان هيبقى احسن مني بكتير. وبيأمرهم جيلاد ان يرتاحوا وهيقدم ليهم الغدا في اقرب وقت، وده لانه هو وروبي فكروهم هيطولوا يومين في المتاهة فهم خلصوا في وقت بسيط. وروبي بتوصلهم للمكان اللي هيرتاحوا فيه، وفي اللحظة دي جيلاد بيوقفها وبينادي على يوجين وبيقول له انت هتيجي معايا. وبتحس سيل بالغيرة من يوجين بالرغم انها توسلت لابوها مئات المرات ان ياخدها لقبو الكنوز لكنه ديما كان بيرفض. ودلوقتي ابن غير شرعي زي يوجين هيروح هناك بكل سهولة. وفي الطريق جيلاد بيقول له انت بارع في استخدام عدة اسلحة، بل وهزمت ديسيرا وسيان باستخدام الرمح، وده مشابه جدا لفيرموث ويلي كان قادر يستعمل كل الاسلحة وعشان كده تسمى بسيد الحرب. بس بيقول له مش بس فيرموث بل هامل كمان كان قادر يستعمل كل الاسلحة. وايوه يوجين هو نفسه هامل، وعشان كده بيعلق وبيقول له انا قرأت ان هامل كان مجرد احمق. وهنا بيرد جيلاد وبيقول له من اكيد قريت نفس القصص لما كنت صغير زيك، وهامل كان ديما شخصيتي المفضلة. فبيستغرب يوجين وبيقول له ايه السبب؟ فبيقول له رغم ان فيرموث كان مثالي الا انه كان شبه الروبوتات على عكس هامل اللي كان ديما مش بيستسلم وبيحاول يكون افضل، ديما وضحها بنفسه عشان صاحبه. فبيبتسم يوجين وبيقول له انا كمان معجب بهامل، وده لانه هو نفسه هامل فطبيعي يكون معجب بنفسه. وبيوصلوا اخيرا لقبو الكنوز، وجيلاد بيقول له انت اول واحد يا يوجين تدخل هنا بعديه. وبيقول له يوجين على كده السيف المقدس اللي كان بيستعمل فيرموث موجود هنا. فبيرد جيلاد وبيقول له طبعا لكن السيف لازم يعترف بيك. وبيفتح جيلاد الباب بدمه وبيقول له اتفضل شوف انت عاوز اي، خد راحتك انا هستناك برا. وطبعا احنا عارفين انه بطلنا عاوز السيف المقدس. وخليني احكي لك شوية عن السيف المقدس. وده سيف موجود من بداية امبراطورية يورا المقدسة، والسيف ده ما اعترفش بحد غير فيرموث كسيد ليه، وده السيف الوحيد اللي قدر يهزم واحد من اقوى جنرالات ملك الشياطين. وبيكمل يوجين وبيقول لك بعد ما هزموا بيه الوحش ده بقوا يستعملوه كأنه كشاف للطريق، ولحظة الحقيقة بيحاول بطلنا يسحبه ولكن للأسف بدون أي فايدة. وبيعدي على سيف الشراهة سيف أسبل، وده سيف بيقدر يستهلك المانا ويحولها لقوته الخاصة، وكمان يقدر يقطع التعويذات ويمتصها. ورمح كاربوس وده بيشتعل وينفث أنفاس مجنح ولكن بيستغرق وقت للاشتعال. سيف وينث وده سيف ملك الرياح ومن الاسم في قوة الرياح. قوس الرعد بارونا وده بيطلق صواعق. السيف المخادع ده عامل زي الصوت لأن فيه مئات الشفرات. درع جندون وده بيتخلص من أي هجوم مهما كانت قوته. وبطلنا بيكون متحير من كتر الخيارات اللي قدامه، وفي لحظة دي بيلاحظ القلادة اللي كانت معاه من حياته السابقة، ودي تذكار من والدته اللي أكلها وحش، ولما انتقم من الوحش احتفظ بالسلسلة لحد ما مات، وده معناه ان فيرموث رجع جسم هامل بعد ما مات. بس يوجين بيكون متضايق لانهم محافظوش على وعدهم ليه بقتل ملك الشياطين، بل وعملوا معاه معاهدة سلام، وبيختار
بيختار طبعا القلادة وبيخرج من القبو، وبيكون جيلاد مصدوم من اختياره. وفي وقت تاني ولما بيرجع يوجين بيتقابل مع جارجس وديسيرا، واللي بيضايقوا منه انه ما خطرش حاجة قوية، وبيطلع ان في الحقيقة يوجين اخذ سيف الرياح. وبتكون ديسيرا مضايقة انه ما خطرش رمح المجنح او حتى رمح روينتوس، وده رمح استعمله واحد من الشياطين العظماء. فجارجس بيختلف معاها وبيقول ان المطرقة الكاسحة اقوى بكتير من الرمح الشيطاني. فبيستغرب يوجين لانه ما شافش واحد منهم في القبو، فهل ممكن حاطينهم في مكان تاني؟ وخصوصا ان دي اسلحة شيطانية ملعونة. وبيسيبهم يوجين يتخانقوا مع بعض وبيمشي من المكان، وبيقرب السيف بعدها والاتنين بيكونوا مبهورين بيه. وعند جيلاد وروبي بيكونوا مستغربين ليه يوجين اختار القلادة دي. وبيطلع ان جيلاد رفض ان يوجين ياخد القلادة وطلب منه يختار شيء تاني، وطلب من روبي تفحص القلادة ممكن يطلع فيها شيء مميز، ولكنها ما لقتش شيء. فحاولت تقرأ ذكريات القلادة فبتكتشف انها كانت موجودة من اكتر من قرن. فبيستغرب جيلاد لانه ما كانش حد على قيد الحياة وقتها، وبما ان القلادة ما فيهاش اي خطر فبيقرر يعطيها ليوجين كهدية، وده لانه اختارها وسط كل الكنوز التانية. ومش كده وبس، بيقرر كمان جيلاد يتبناه كابن شرعي ليه، وده لانه مبهور بمهاراته. وفي اليوم اللي بعده بيوصل لورد كيون اخ جيلاد لعند يوجين. بيعرفوا يوجين بنفسه، بيحضنه وبيقول له اكيد اعرفك، مش انت الولد اللي من العائلة الفرعية اللي انتصر على العائلة الاساسية؟ وبيطلع ان جيلاد هو اللي بعته عشان ياخد يوجين، وبيعجب بيه يوجين عشان شخصيته مرحة. وبياخده كيون لعند اخوه جيلاد وبيخبط يوجين على الباب وبيأمره جيلاد بالدخول. ولما بيقول له جيلاد انهم فحصوا القلادة ولقوها اتباعت من 100 سنة، يوجين بيستغرب لانه المفروض تكون من 300 سنة. فهل في حد تلاعب بذكريات القلادة ولا دي قلادة مختلفة؟ وبيطلب يوجين من جيلاد انه ياخد القلادة وبيوافق طبعا. وبيكمل جيلاد بصراحة انا ما طلبتش حضورك لمجرد اني اديك القلادة، ولكن عندي هدف تاني. ولسه هيتكلم يوجين يقاطع ويقول له بص يا عم جيلاد، انا ما عنديش اي نية للجواز. وبيكون شاكك ان سيال عايزة تتجوزها، وده السبب انها بتتعامل معاه بلطف. وبيكمل ويقول انا لسه صغير على الجواز ولازم اخد رأي والدي. وبيكون جيلاد ساكت ويوجين محرج جدا. فيقول له جيلاد انا استدعيتك هنا عشان عايز اتبناك، ولو حابب كمان ممكن اضم والدك للعائلة الرئيسية واعامله كأنه اخويا بالضبط. فبيخاف يوجين وبيتردد وبيقول له لو رفضت اكون ابنك هل هتكره ابويا؟ فبيرد عليه جيلاد ويقول له اكيد لا. وبيكمل انا مش بالتفاهة دي ومهما كان قرارك هحترمه. فبيرد يوجين اكيد محتاج اخد رأي والدي قبل اتخاذ اي قرار. فبيقول له خلاص هنعمل عزومة حلوة وخلال الوقت ده اكون استدعيت والدك. فبيشكره يوجين وبعدين يقول له بس يا عم جيلاد انت بتقول ان كل ده عشان مستقبلي، فهل في حاجة تقدر تقدمها لي؟ فبيقول له هتتعلم على ايد افضل الفرسان وكل طلباتك متوفرة. فبيرد يوجين انا حابب اتعلم منك انت، انا عايز اتعلم من الافضل. فبيوافق جيلاد وبيقول له مفيش مشكلة لكن في حد اقوى مني لو حابب. فبيستغرب يوجين مين اقوى منك؟ فبيقول له اكيد اخويا كيون اقوى مني. وبيكون جيلاد بيفكر ان التدريب على المانا محتاج احجار وحوش، وهو عايز يوفر ليوجين افضل بيئة للتدريب والنمو. وبيخلصوا كلام ويوجين بيخرج من عند جيلاد، وفي الطريق بيشم ريحة عطر غريبة فيعرف ان في حد مستنيه. وتظهر الزوجة التانية انيسيليا وبيسلم عليها يوجين ويقولها عايزة حاجة. فبتتضايق منه لكن بتحاول تتعامل كويس معاه عشان ما يكرههاش لما يكبر. فبتسأله كنت بتتكلم مع جوزي في ايه؟ لكنه بيرفض يقولها. فبتتحرج وتغير الموضوع وتعتذر له عن تصرفات ابنها سيان، ولكن يوجين يقولها هو اعتذر فعلا وانا سامحته، في الاول وفي الاخر احنا عيلة. اول ما انيسيليا تسمع كلمة عيلة بتتضايق جدا لانه شايف نفسه قريب منهم في المستوى. وبيكمل يوجين ويقولها مع السلامة. وبيقول في نفسه الست دي انا مش عايز يكون بيني وبينها اي علاقة لانها شخص خبيث وبتحتقرني من غير ما تقول. وبعد يومين بيوصل جيهارد والد يوجين وبيكون خايف انهم استدعوه ومفكر ان ابنه عمل مصيبة. وبيفكر هل ممكن ابنه عملها وانتصر المرة دي ضد العائلة الرئيسية، خصوصا انه ما قدرش يدعم موهبته بسبب قلة الفلوس. وبيشوف جيهارد ابنه يوجين ويجري يحضنه وبيعيط وبيقول له انا فخور بيك. ويرد يوجين بكل غرور ويقول له مش قلت لك يا ابويا اني هجيب لك اخبار مفرحة؟ فبيرد جيهارد ويقول له اسف اني ما وثقتش فيك. وبيتعرف جيهارد على جيلاد ويقول له لو ينفع نتكلم على انفراد. وبيدخله جوا وجيلاد يقول له انا عايز اتبنى ابنك. لكن جيهارد يرد انا ممتن انك عايز تدعم ابني لكن خايف عليه يتعرض لتنمر لانه من عائلة فرعية وكمان باقي افراد العائلة ممكن ما يتقبلوش. فيرد جيلاد هيتصاحب على اولادي واضمن لك مستقبله. فبيرد جيهارد خليني اتكلم مع ابني الاول. وبيخرج فعلا وبيشوف يوجين بيتمرن وبيلاحظ معاه سيف الرياح ويقول في نفسه حتى لو بعنا كل حاجة مش هنقدر نجيب سلاح زي ده. وبيكلم ابنه يوجين باحراج ويقول له انا عارف ان التبني هيضمن مستقبلك لكن ممكن تتعرض لمواقف صعبة. فيرد يوجين بثقة انت عارفني من وانا صغير، مش
أخلي حد يكون أفضل مني، وبيكمل حتى لو تبنيت هتفضل أنت ولدي الحقيقي. فجيهارد يعيط ويحضنه، وخلال الوقت ده يوجين بيفكر إنه ممكن يعاني بسبب ثيونس وأنيسيليا وإنهم هيحطوه تحت المراقبة، لكنه يقرر إنه مش هيسيب حد يتفوق عليه ولا يضايقه. وفي اليوم اللي بعده بيعمل جيلاد عزومة كبيرة وبيدعوا فيها كل العائلات الفرعية والأساسية، وكلهم بيباركوا لجيهارد على انتصار ابنه، خصوصا عائلة أبو العضلات والد جرجيس، والراجل الأسمر اللي جنبه ده والد ديسيرا. وحتى يوجين بيقول أنا متأكد إن أبو العضلات ده هو والد جرجيس، الاثنين نفس التصرفات. الزوجة الثانية أنيسيليا بتقول لابنها بقرف خليك دايما مستعد، هتتقارن بيوجين من النهاردة ورايح، وكمان بتأمره يكون صداقة مع يوجين عشان يضمن إنه ما يعاديهوش بعد كده. وفي مكان تاني أخته سيال بتقول له ناديني أختك الكبيرة، في يوجين يرد أنت حرفيا أكبر مني بشهر، وبتفضل تصر عليه لكنه بيسيبها ويمشي. وعند الزوجة الأولى ثيونس بتكون أخذت ابنها إيود لعند روبي عشان يتعلم السحر، وروبي بيعرض عليه إنه يبقى تلميذه ويحميه من التمييز بين السحرة، وده بسبب علاقته القوية بجيلاد. وطبعا إيود كل همه إنه يهرب من ضغط العائلة، وجيلاد ما بيرفضش ويقول له اعمل اللي انت عايزه. لكن والدته ثيونس بتكون متضايقة جدا إنه أنيسيليا هتفرح لما تعرف إن ابنها هيسيب العاصمة. وبعد انتهاء الحفلة بيخرج إيود مع روبي لمنطقة اسمها أروث، وهناك هيبدأ يتعلم السحر. والعائلات الفرعية بترجع لأماكنها تاني، بينما جيهارد وابنه يوجين بيسكنوا في مبنى مخصص ليهم. واليوم ده هيبدأ يوجين يتعلم التحكم بالمانا، والمانا بتنقسم لنوعين: تجميع المانا عن طريق التأمل والتحكم فيها أثناء الحركة، وبيكون مع كيون اللي بياخده لأعماق الغابة عشان هناك في طاقة سحرية كبيرة. وبيطلع إن الغابة دي أنشأها فيرموث من 300 سنة بقوته لوحده. تخيل عمل غابة كاملة بالطاقة بس، وده يوضح قد ايه كان قوي. وكيون يقول له هتواجه صعوبة في تعلم المانا لأن المفروض كنت تبدأ من سن 6 سنين، لكن يوجين يبتسم ويقول الموضوع مش هياخد مني 10 دقايق. وبياخده كيون لغرفة التمرين وبيقول له إنه هيدربه على تحويل المانا للهيب أبيض. وبمجرد ما يوجين يقعد يقول له أنا حاسس بالمانا، فكيون يختبره ويكتشف إنه فعلا عارف مكانها وحاسس بيها بدقة شديدة، فينبهر بيه ويقول له طالما كده خلينا نبدأ في امتصاص الطاقة. وبيمتص كمية كبيرة من المانا لدرجة إنه كيون بينصدم ويقول له أنت أكيد وحش مش إنسان زينا. وبيحكي له إن الفرق بين العائلة الفرعية والأساسية في الطاقة السحرية إنه اللهب الأحمر عندهم نواة واحدة بس، بينما اللهب الأبيض عندهم أكتر من نواة، وأكتر عدد كان عند فيرموث كان عنده 10 نواة، وبيسموا النواة دي بالنجوم. وبيقول له بالنسبة لي أنا كيون وجيلاد عندنا 6 نجوم، وباقي الأولاد عندهم نجمة واحدة بس. وبيكون يوجين مبسوط إنه قدر يوصل للتقنية دي ويتعلمها، وبيوصله كيون ويقول له يرتاح شوية. لكن راحة ايه يا باشا؟ يوجين ما يعرفش يعني ايه راحة اصلا. وبيطلب من الخادمة نينا تجيب له سيف ملك الرياح، وبالفعل مش بيتأخر وبيستعمل المانا عليه، وبيستدعي ملك ارواح الرياح واللي بيقول له هو ده انت يا همل؟ انا فاكرك، وده لان الارواح بتعيش لآلاف السنين. وبيسألوا يوجين عن اللي حصل بعد ما مات وليه فيرموث ما قتلش ملك الحبس الشيطاني، فبيرد عليه ملك الرياح ويقول له انه ما يعرفش غير ان فيرموث رجع سيفه لغمده، وان القتال كان صعب لدرجة ان ما فضلش حد واقف غير فيرموث والملك الشيطاني، وكل اللي يتذكره ملك الرياح ان فيرموث رجع السيف عشان ما حدش يسمع حاجة. فيتضايق يوجين جدا ويقول له عاوز تقول لي ان فيرموث صديقي عمل صفقة مع شيطان؟ فبيرد ملك الرياح انا ما اعرفش التفاصيل، اللي يعرف هم اللي كانوا هناك. فيرد يوجين انت عايز نروح اسأل جثته يعني ولا ايه؟ فيرد ملك الرياح وقتنا خلص وانا تدخلت بقوة عشان اقابلك، ولما يكون عندك القوة الكافية استدعيني. وبتنهار قوة يوجين وبيغمي عليه، ولما يستعيد وعيه يكون مبسوط ان ملك الرياح عرف انه هامل، وده لان يوجين نفسه ما كانش متأكد. وبتيجي الخادمة وتقول له ان جيلاد وكيون عايزين يطمنوا عليه، فيسألوه عن اللي حصل، فيقول لهم ان ظهرت له روح ملك الرياح. فيكون جيلاد فخور بيه جدا لدرجة انه يأجل مواعيده عشان يسيب كيون معاه فترة اطول. وفي مكان تاني سيل كانت بتكلم اخوها سيان وبتقول له انت شفت يوجين قدر يوصل لنجمة من المانا في يوم واحد؟ فيضايق سيان ويتخانق مع اخته. وبنرجع تاني ليوجين واللي بيستدعي روح رياح صغيرة وبيبعثها لملك الرياح عشان يقول له انه مش هيسامحه لو قال له معلومات غلط. وهدف يوجين انه يرجع للاماكن اللي راح لها اصحابه عشان يعرف اللي حصل لهم، ويحاول يوصل لقلعة ملك الشياطين في يوم من الايام ويعرف ايه اللي حصل بينه وبين فيرموث. وبتمر السنين وبطلنا يوجين بيكون 17 سنة وجسمه بيتغير وبيبقى كله عضلات، وبيكون معجب بشكله وبيوصل ل3 نجوم من مهارة اللهب الابيض. وفي مكان تاني بيكون بيتكلم مع ايود وبيقول له انه بيفكر يروح اروث زيه عشان يتعلم السحر. فيسأله ايود ايه السبب؟ فيرد عليه ويقول له انه اتقن النجمة الثالثة من اللهب الابيض. فيكون ايود مصدوم لانه لحد دلوقتي ما اتقنش غير 2
سنتين بس رغم انه بيتمرن من قبله ب7 سنين، وبيقول له رغم انه راح يتعلم السحر على ايد روبي الا انه فشل وضيع 4 سنين من عمره، وبيحاول يقنعه ما يروحش أروث عشان سيل ما تزعلش، ولكن يوجين يقول له سيل ما شافتنيش من مدة ولا كلمتني، انا هروح اوري جيلاد قوتي الجديدة وهطلب منه الاذن. في الاول جيلاد بيرفض وعايز يوجين يكمل تدريبه ويوصل للنجمة الرابعة قبل 18 سنة، لكن لما يوجين يقول له انه عايز يقرب يتعلم السحر ويمكن ده يفتح له افاق جديدة، جيلاد يوافق لكن بشرط واحد، انه ما يقربش من السحر الاسود لانه مرتبط بملك الشياطين ومحرم تعلمه. فيوجين يوافق لانه اصلا بيكره السحر الاسود، واثناء خروجه سيل تفضل تقول له ما تروحش وسيان هيزعل ووالدك ممكن يزعل والجيران كمان، كل ده عشان مش عارفة تقول انها هي اللي هتزعل، لكن يوجين يسيبها ويكمل طريقه. وبيعد يوجين على والده جاي هارد واللي بوصيه انه ما يهملش تمريناته لما يوصل لعاصمة السحر أوروث، وكمان يبعد عن أصحاب السوء. فيرد يوجين ويقول له وانت كمان ما تهملش تدريباتك يا ولدي، فبيتمنى له والده رحلة موفقة. وبنشوف بعدها يوجين عند بوابة الانتقال، وهناك بتكون باقي العيلة متجمعة، ورئيس العيلة جيلاد بيسأل يوجين لو فعلا مش محتاج حد يروح معه، ولكن يوجين بيرد بكل فخر أنا واثق من قدراتي وقادر أحمي نفسي بالكامل. فبيثق فيه جيلاد لأنه في الأول والآخر أتقن النجمة الثالثة من مهارة اللهب الأبيض. وبيكون والده جاي هارد منهمر في البكاء، فيوجين بيقول له مش لسه قايل إنك فخور بيا؟ بتعيط ليه دلوقتي يا والدي؟ ودعني بابتسامة على الأقل. فبيبتسم له فعلا والده وبيسيبهم يوجين وبيدخل بوابة الانتقال، وبينتقل لعاصمة مملكة أوروث واللي اسمها مدينة بنتغاون وفيها ال5 أبراج السحرية. ويوجين بيلاحظ إن المدينة تغيرت تماما، خصوصا إنهم راكبين عربية سحرية بتطير بيهم بالطاقة السحرية، والمرشد السياحي اللي معاه بيحكي له عن المدينة وإنه العربات السحرية وأغلب الاختراعات من اختراع الساحرة سينيا واللي ماتت في ظروف غامضة في يوم عيد ميلادها، وده حصل من 200 سنة. فيوجين يسأله يا ترى راحت فين في الوقت ده؟ فيرد المرشد فيه ناس بتقول إنها رجعت تسترجع جثة هامل لأنه كان بيحبها. فيتعصب يوجين لأنه هو هامل أصلا وما كانش بيحبها ولا حاجة، لكن المرشد يعتذر ويقول له شكلك مش بتحب القصص الرومانسية بين الأبطال، وبيحكي له عن النظرية الثانية إن ممكن أعضاء برج هورس الأسود للسحر اتجمعوا على سينيا وقتلوها. فيرد يوجين ويقول مستحيل يقدروا عليها لوحدهم، وبيفكر يوجين إن ممكن ملك الشياطين هو اللي قتلها، لأنه في الأول والآخر هو اللي بيدعم برج هورس للسحر الأسود، لأنه السحر الأسود مصدر الشياطين. وبيوصلوا عند برج الساحرة سينيا وبيكون فيه ناس كثير حلمهم بس يدخلوا امتحان البرج السحري، وده لأنه تكاليف التقديم صعبة وبملايين العملات. وبطلنا يدخل البرج بسهولة لأنه ضيف شرف من عائلة ليونهارت وبيكون متحمس يبحث عن سر اختفاء الساحرة سينيا. القصر بيكون شاسع، وبيحكي لنا يوجين إنه سينيا كانت بتقول له إنهم شباب ومن حقهم يحلموا، وأكيد مش هيقاتلوا ملك الشياطين للأبد، ومن حقهم يفرحوا شوية. وبتقول له إنه حلم مورون صاحبهم كان إنه يكون ملك، واللي حقق حلمه فعلا بعد كده. وبيكون هامل مكسوف من نفسه إنه قالها قبل كده إنه نفسه يكون عنده حلم. فبيسألها هامل أو يوجين يعني طيب أنت نفسك في إيه؟ فتتفاجأ من سؤاله وتتحرج منه شوية، وبتقول له إنه نفسها تتجوز ويكون عندها أطفال وتعيش حياة سعيدة لحد ما تكون جدة. فبيحس يوجين بالحنين لصديقته، وكمان بيكون مستغرب لو ده حلمها ليه عاشت لوحدها في القصر 100 سنة. فيحاول يقرب من الصورة لكن المرشد يقول له ممنوع اللمس. وفي مكان ثاني بيحاول يتصفح الكتب بحثا عن أي دليل لاختفائها، لكن المرشد يقول له برضو ممنوع اللمس. فيفكر في القلادة اللي لقاها قبل كده في قاعة كنوز عائلة ليونهارت، وبيكون معتقد إنه سينيا هي اللي رجعته للحياة مرة ثانية، وإنها سابت له القلادة، وأكيد سابت له دليل ثاني هنا. وبيفضل في القصر لحد الغروب، لكن للأسف مش بيلاقي أي دليل، وعشان كده بيقول تبا ليكي يا ست سينيا، وبيخرج من المكان. وبيكون المرشد مستنيه برا، فبيديله يوجين عملة ذهبية لأنه استناه، والمرشد يقترح عليه يوديه مطعم مشهور عشان يأكل، لكن يوجين بيرفض وبيقول له وديني برج السحر الأحمر، وده المكان اللي كان فيه أخوه أيود بيتدرب فيه. فيسأله يوجين عليه، لكن المرشد يتوتر ويرفض يحكي له أي حاجة عن أخوه. فبيقسم له يوجين باسم عائلة ليونهارت إنه هيحفظ السر حتى عن أخوه نفسه، وبيأمره يقول له عن الإشاعات اللي سمعها عن أخوه. فبنعرف إنه أخو يوجين أيود فاسق وعنده علاقات، فبيقول له يوجين عادي، هو كبير وأكيد بقى يفكر في الحاجات دي. فبيقول له المرشد لا مش عادي يا عم، ده عنده علاقات مع شيطانة أنثى. فيضايق يوجين ويتعصب جدا ويبقى عاوز يضربه، جوز أقلام على وشه. لكن المرشد يشرح له إن هنا في المدينة وجود الشياطين أمر طبيعي، خصوصا مع برج السحر الأسود. فيسأله يوجين عن اسم المكان،
واللي بيكون اسمه شارع بولي رود، وده شارع فاسق بيفتح مرة واحدة في الشهر ليلة اكتمال القمر، ويبقى يوجين مستحلف إنه يضرب أخوه، لكن الأول يتأكد من موضوع الشارع ده. بيوصل يوجين لبرج السحر الأحمر، وهناك بيقابل هيرا واللي بتشتغل زي ما تقول كده مساعدة لمدير البرج، وبتقول له معلش رئيس البرج كان المفروض يرحب بيك، لكن حصلت مشكلة بسيطة، وبوم بيحصل انفجار في البرج، وبنشوف المشكلة قدامنا. مجموعة من الطلاب فشلوا في الاستدعاء واستدعوا وحوش الظل، ولكن بتدخل السيدة روبي وبتقضي عليهم، واللي الصراحة مش عارف هي بنت ولا ولد، خصوصا ان يوجين بيناديها روبيريان. يلا مش هتفرق. المهم بتوبخهم روبي وبتطردهم من البرج لفشلهم في الاستدعاء، وبتقابل يوجين وبيقولها انت ما تغيرتيش خالص من اخر مرة شفتك عندنا من 4 سنوات. فبتقوله انها بتحافظ على شكلها باستعمال السحر، وبيستشعر قوتها السحرية واللي بتكون مهولة في الأول والآخر. روبي هي سيدة من أسياد الأبراج، وبتقعد تكلمه عن السحر وبتشرح له إنه مش حاجة سهلة أي حد يتعلمها. وفي اللحظة دي بتستعمل سحر الرياح، وبتكشف أخوه آيود اللي كان مستخبي ورا الباب بيتجسس عليهم، وبنلاحظ من شكل جسمه إن الشيطانة اللي بيروح يقابلها امتصت كل طاقته السحرية خالص. ويوجين بيكون متضايق جدا من الموضوع لما شافه، وبتأمره روبي إنه يرحب بأخوه، لكن آيود بيقول أنا مش عارف أقول إيه، فيرحب بيه يوجين، وبتطرده روبي وتقول له يمشي من قدامها ويروح يقرأ كتاب أو حاجة، وبنلاحظ إنها بتبصله بكل قرف، فيمشي آيود من المكان. فتعتذر روبي ليوجين على المشاكل دي، وبتقول له سمعت إنك عاوز تتعلم السحر بنفسك. فيرد عليها يوجين أكيد عاوز أتعلم بنفسي عشان ما يفكروش إن عيلة ليونهارت ضعيفة. فتقول له لو احتجت أي مساعدة هيرا هتكون هنا لإرشادك. وبيسألهم عن مكتبة البرج، وفعلا بيمر شهر وبيتعلم كل أساسيات السحر، وخلال الشهر ده كان بيتدرب بكل قوته على التحكم في المانا لحد ما يرهق وينام ويصحى يكمل تاني. وبيشرح لنا اللي اتعلمه خلال شهر إن سينيا قائدة البرج الأخضر اخترعت قوانين سحرية خاصة بيها، وهي الدوائر السحرية، واللي بتحتاج قدر معين من المانا للتحكم فيها، ومفيش غير الشياطين والبرج الأسود اللي بيستعملوا قوانين مختلفة. وبيدخل يوجين على هيرا وبيقولها أنا كنت عاوز أجرب أخلط بين المانا السحرية والقتالية الخاصة بعائلة ليونهارت. فتحذروا هيرا من الموضوع، وإن أي غلط في التحكم في المانا ممكن يستنزفه ويموت، لكن يوجين بيصر إنه يجرب، وده لأنه درس الموضوع كويس. فتقول له هيرا طيب وأنا هكون موجودة ومشرفة عليك، وهدخل فوراً لو حصل أي شيء خطير. وبالفعل بيطلق يوجين العنان للمانا السحرية القتالية الخاصة بعائلة ليونهارت. وعشان أفكرك الطاقة السحرية دي عبارة عن نجوم، بينما الطاقة السحرية العادية عبارة عن دوائر. وبطلنا بيحاول يجمع الاتنين في نفس المكان، ولكن طبعا لو فشل هتكون كارثة. وبتلاحظ هيرا إن بطلنا عنده سيطرة مطلقة على المانا، موهبة من الدرجة الأولى، وبالفعل بيقدر يدمج الطاقتين في نقطة واحدة واللي بتتسمى الصاروخ السحري. وعشان يختبروا قوتها بيطلب يوجين من هيرا تستدعي حاجة يجربوا عليها، فبتستدعي غولم وبتقول له إنه مصنوع من الكربيريوم ويقدر يتفادى ويتحمل الهجمات، ولكن مجرد ما يوجين يضربه بالطاقة السحرية المركزة بيقضي عليه فوراً. وبسبب كده روبي بتعجب بمهاراته، إنه قدر بس عن طريق الكتب الأساسية يدمج بين مهارتين محدش سابق له قدر يعمل كده. وبسبب كده بتقرر روبي تكتب له خطاب توصية للدخول للمكتبة الملكية أكريون. فتتوتر هيرا وتقول له مش المكتبة دي، ما ينفعش يدخلها غير السحرة ذوي الرتب العالية. لكن روبي ترد وتقولها إنها واثقة في مهارات يوجين، خصوصاً إنه هزم الغولم بضربة واحدة فقط. فتقولها ماذا لو رفض السحرة الاعتراف بيوجين؟ فتقولها يبقوا بس أعماهم الغيرة مش أكتر. وبتسألها روبي هو بصحيح فين يوجين؟ فتقولها راح يقابل أحد أصدقائه. وبنشوف إن يوجين في الميدان العام، وهناك بيقابل جارجس اللي هو قريبه المهووس بالعضلات ده، وشكله بيتغير تماماً وبيكون طلع له دقن وشنب، وتحسه بقى 30 رغم إن عمره 18 سنة فقط. وبيطلع إن شكله اتغير بسبب الدواء اللي بيزود نمو العضلات. وطبعاً بيسلم عليه جارجس وبيعرض عليه الدواء السحري لزيادة العضلات، ولكن كالعادة يوجين بيرفض وبيقول له بطل لو سمحت تبعت الأدوية الغريبة دي لوالدي. وبيقول له أكيد ما جاتش من أرض ليونهارت لهنا عشان تديني الدواء. فبيقول له بصراحة يا أخويا ما سمعتش عن شارع بوليرو؟ وأيوة هو نفس الشارع اللي فيه الشياطين واللي بيروحوا أخوه آيود كل شهر. فيكمل جارجس ويقول له سمعت إن المزاد فيه خصيتي عملاق. فيتصدم يوجين من الاسم العجيب الغريب ده، فيشرح له جارجس إن ليها فوائد وقيمة سحرية عالية وبتزود النمو العضلي وإنه محتاجها، لكن معهوش فلوس كفاية. وطبعا يوجين بيرفض يديه فلوس فيترجاه قدام الناس.
فيتحرك يوجين ويوافق، فيقول له جارجس هرجع لك الفلوس والله. وبيكون أصلا يوجين مهتم إنه يروح شارع بوليرو عشان يعرف أخوه آيود بيعمل إيه هناك بالضبط، لأن منظره ما بقاش يطمن خالص. وفي وقت ثاني بتطلب روبي مقابلة يوجين، وهو كمان بيكون عاوز يتكلم معاها بخصوص آيود، وبتقول له يتفضل يجلس، وبتقول له إنها عملت له خطاب توصية للمكتبة الملكية أكريون، وبيكون مصدوم من اللي هي عملته عشانه، وده لأن المكتبة دي مشهورة من حتى قبل 300 سنة، يعني قبل حتى الساحرة العظيمة سينيا. فيقولها يوجين إنه ده كثير عليه وهو لسه مبتدئ، ما عداش عليه غير شهر، لكنها ترد وتقول له من وجهة نظري ده هو الوقت المناسب إنك تدخل المكتبة، وإنها شايفة إمكانيات عالية فيه، وإن حتى مجرد قراءته للكتب هيفرق معاه في فهم جوهر السحر وهيوسع آفاق مهاراته. فيسألها يوجين عندي سؤال، هو كتب الساحرة سينيا موجودة في المكتبة؟ فترد عليه روبي وتقول له ده أكيد طبعا، النسخ الأصلية الوحيدة موجودة هناك فقط، ولا توجد أي نسخة من كتابها واللي اسمه الساحرة الحرفية، وده واحد من أفضل كتب السحر في أروث. وبتشرح له أن الكتاب ده وحده قادر يديه المعرفة الكافية اللي تخليه ما يكونش محتاج لأي كتاب سحر آخر، لدرجة أنه لو قرأ الكتاب ده هيحس أنه باقي الكتب ألعاب أطفال مقارنة بيه. وعشان كده بتغير روبي خطاب التوصية وبتديه صلاحية دخول مكتبة أكريون بدون قيود أو شروط، بحيث يقدر يطلع على كتاب الساحرة الحرفية بكل يسر. فبيكون يوجين من جواه طمعان في الموضوع، لكن بيرد عليها وبيقولها أنا موافق طبعا، بس ده بصراحة كثير علي وممكن يسبب لك مشاكل كسيد البرج. فتضحك روبي وتقول له ما تقلقش، ما فيش أي مشاكل خالص. وفي اللحظة دي بيسألها يوجين عن آيود وإنه سمع إنه بيعبث مع الشياطين في الشوارع المظلمة، فتتصدم روبي وبتقول له إنه آيود من لما كان صغير كان عليه ضغط، وحتى لما جه هنا ما حطقش حاجات كثيرة، وبسبب كده كان محتاج حاجة يفرغ فيها مشاعره. وبتشرح له إنه الشياطين بتمتص طاقة حياة البشر مقابل إنها توفر لهم المتعة، لكنها مش بتقتلهم، وده لأنه ملكة الأحلام حرمت عليهم الموضوع ده. فيرد عليها يوجين وبيقولها ده ما يمنعش إن اللي بيعمله آيود خاطئ تماماً. وبيكون يوجين متفهم إنه فعلاً عليه ضغط من صغره، وده لأنه شاف الضغط اللي كان على سيان وسيل في القصر، وعلى خلافهم آيود كان الابن الأول للعائلة والوحيد عندها، فالضغط كله كان عليه. فلما فشل هنا في أروث ما حبش يرجع ثاني لعائلة ليونهارت، فكان محتاج شيء يفرغ فيه الضغط. وبينتقل بينا المشهد مع بطلنا يوجين وجارجس في شارع بوليرود، وبنلاحظ إنه دي ليلة قمرية، يعني ده الوقت اللي بيكون فيه الشياطين. وكمان بطلنا وجارجس مغيرين شكلهم عشان هنا المكان غير قانوني، فمش عاوزين حد يكشف هويتهم. وبيتكلم يوجين مع المرشد عن طريق جهاز عامل زي التليفون، وبيقول له لو شاف آيود يبلغني فوراً، وده لأنه مش بيغير شكله زيهم. وبيطلعوا بعدها على المزاد، وفي شارع بوليرو بيكون موجود أكتر من مزاد، وبيدخل بطلنا وجيرجس واحد من المزادات الخاصة، والقواعد واحدة في كل المزادات. المقعد بيكون فيه 3 أزرار، واحد للمزايدة والثاني لزيادة السعر والثالث للاستفسارات. وبيقول جيرجس ليوجين أنا فكرتك مش مهتم بالمزاد، فيرد يوجين أنا هنا بس عشان أضيع شوية وقت. وبيبدأ المزاد وبيبدأوا يعرضوا المنتجات واحد ورا الثاني، فيزهق يوجين ويقول تتوقع حيعرضوا خصية العملاق؟ وفي اللحظة دي بيعرضوا معدن مصدره مجهول حصلوا عليه في تلال خزاد في هلمود، معدن بيلمع على ضوء القمر، وبيعاملوا المعدن ده كأنه أباجورة حرفيا. والراجل بيقول تقدر تشتريه لحبيبتك عشان كل ما يلمع تفكر فيك، بس مجرد ما بطلنا يشوفه بيزايد عليه وبيشتريه فورا. ولأن المعدن ده جزء من شفرة الفيروز، واحد من أقوى السيوف اللي استعملها فيرموث، السيف ده ما اعترفش بحد كسيد ليه غير فيرموث، وكانت دايما قوته مهولة. فيسأل نفسه هل كسره فيرموث ولا تخلى عنه؟ وبيحطه في جيبه، وبيجيله اتصال من المرشد بيقول له إنه شاف آيود أخوه، فبيقول له جيرجس إيه مش هتحضر باقي المزاد؟ فيرد يوجين ويقول له خلي معاك بطاقة فلوسي، لو لقيت خصية العملاق اشتريها. وبيوصل يوجين للمكان اللي فيه آيود، وبيشوف هناك شياطين حراس على المكان، فبيقول في نفسه لو كان العالم زي زمان كان قضى عليهم في لمح البصر. ولكنه بيدفع رسوم الدخول وبيدخل للمكان، وأول ما بيقعد بيقول للموظفة فين ممكن أحلم؟ فبتقول له شكلك عاوز تستمتع بسرعة، فبتصب له عصير، ولكن بيطنشها وبيقولها دليني على مكان الأحلام. وفعلا بتدله على المكان، ولكنه بيديها الفلوس وبيرجع ثاني لمنطقة الاستقبال. وهناك بيشوف آيود وهو طالع وشكل طاقته خلصت خالص، ومش بس كده الشياطين كمان بتساعده على المشي. فبيكون يوجين متضايق جدا من الموضوع وبيمشي وراه،
فبيستغرب إنهم خدوه لبيت مهجور وشارع ضيق، فبيحاول يدخل للمكان، فبيمنعوا مجموعة من البشر وشكلهم بيحرسوا المكان. وبيحاول واحد فيهم يخنق بطلنا، ولكنه بيمسكه من إيده وبيديله في دماغه ويطيره، والاتنين التانيين بيهجموا عليه بالسيف، ولكن بيتفاداهم وبيقضي عليهم، وبيقولهم لو سمحت ممكن تقولوا لي انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولكن بيكون خلاص أغمى عليهم، فبيدخل يوجين بنفسه للمكان وبيكسر الباب وبيدخل عليهم، وبيشم ريحة المخدرات، فبيقول لنفسه هو مش بس مقضيها مع نساء الشياطين وكمان مخدرات. وبيبص حواليه بيشوف عرق الوحوش والشياطين، فبيقول ده ايه الوحدة الوطنية دي؟ الوحوش والبشر والشياطين اتجمعوا عشان المخدرات. فبيهجموا عليه فيضربهم كلهم بالرصاص السحري وبيقضي عليهم، وبيقولهم فين أخويا آيود؟ محدش بيرد، فبيطلع سيفه وبيكسر السقف وبيبحث عنه في كل غرفة لحد ما بيوصل للطابق ال13، وهناك بيستشعر طاقة مشؤومة، فبيطلع حجر الفيروز واللي بيحميه من الهجمة، لأن الحجر ده بيصد أي نوع من أنواع المانا. وبيكون الشخص اللي هجم عليه هو ساحر أسود، وكان بيهدف إنه يقتل يوجين، وبيكون مستغرب إزاي صد هجمته. ويوجين بيقول له ارحل وإلا هقضي عليك حالا. وبيتعصب يوجين جدا وبيفعل قوته السحرية بالكامل. والساحر الأسود بيقول مش دي قوة عائلة ليونهارت؟ مين الشخص ده؟ أول مرة أشوفه. والشياطين اللي بيساعدوه بيفعلوا قوتهم وبيهجموا على يوجين، ولكن يوجين بكل سهولة بيقطع واحد منهم في كل أنحاء جسمه. والشيطان الثاني بيهجم عليه، فبيقطع يوجين إيده وبيمسكه من رأسه وبيخبطه في الحيطة. وبيظهر يوجين بهيئته الحقيقية، فبيقول له ساحر الظلام، هو أنت يوجين ليونهارت؟ فيرد يوجين وبيقول له طالما أنت عارف أنا مين ابعد عن المكان. فبيحاول يشرح له الساحر إنه فاهم غلط، ولكن يوجين مش بيسمعه، فبيهجم عليه الساحر. بس يوجين بيقطع الهجمة بكل سهولة وبيهجم عليه وبيحط السيف عند رقبته، وبيقول له لو اتحركت هقطع رأسك فوراً. فبيثبت الساحر مكانه فعلاً، فبيدخل يوجين سيفه وبيدخل الغرفة، وهناك بيشوف أخوه وسط طقوس قرابين، وبيكون في القربان أو وعاء التضحية قلب أحادي القرن. فيتصدم يوجين وبيقول له أنت بتحاول تستدعي ملك الشياطين ولا إيه؟ فيرد الساحر وبيقول أنا لا أجرؤ طبعاً، أنا كنت بحاول أستدعي شيطان ضعيف تابع للشيطانة ملكة الأحلام. فيتعصب يوجين جداً وبيقول يعني مخدرات ونساء وطقوس شيطانية وكمان بتستغل أخويا؟ فيركع الساحر وبيقول له دي والله كانت رغبة أخوك، هو إداني فلوس مش أكتر. فيتعصب يوجين أكتر وبيقول له يعني كنت بتستغل أخويا مادياً كمان عشان تحصل على عقد مع أحد الشياطين؟ وبيقول له يسكت ويقفل بقه وإلا هيقتله. وبيقرب من أخوه وبيديله كف يفوقه، وأخوه بيكون مصدوم لما بيشوفه، وبيقول له عود يوجين أنت إزاي وصلت لهنا؟ فيرد يوجين وبيقول له أنا مشيت وراك مش أكتر، أنا عارف إنك كنت بتمر بمشاكل وضغوط بس. وبيمسكه من رأسه وبيقول له بس مش لدرجة السحر الأسود والشياطين، أنت الابن البكر لعائلة فيرموث، فليه كنت بتحاول تعمل عقد مع شيطان؟ فيرد أيود وبيقول له ما كانش عندي خيار. فينطحه يوجين برأسه وبيقول له أنت مجنون؟ أنت لو عملت عقد مع شيطان روحك هتبقى ملكهم ويقدروا يقتلوك أو يحولوك لعبد ليهم بكل سهولة، ومش بس مكانة عائلتنا هتنزل للأرض. هتعمل إيه لو أمروك إنك تسرق كنوزنا أو تقتل أبوك أو أمك؟ فبيقول له أيود الشياطين وعدتني إن مش لازم ألتزم بشروط معينة. فيرد يوجين وبيقول له وإنت صدقتهم زي العبيط كده؟ إنت مفكرهم تنانين أو جان؟ دول شياطين لعينة. فأيود بيتعصب وبيقول له وإنت تعرف إيه؟ يعني عائلتي تبنتك وكنت محط انتباه الجميع. فيرد يوجين وبيقول له إنت الابن البكر وكنت دايما محط الانتباه، وحصلت على نفس الفرص اللي حصلت عليها وقبلي كمان، رغم كده عملت بيهم إيه؟ أنا ممكن اتولدت موهوب، ولكني كنت بتدرب كل يوم، ومش أنا بس، سيان وسيل هم كمان بيدربوا لحد اللحظة دي، بينما أنت يا أيود مقضيها مخدرات ونسوان. فيرد أيود وبيقول له أنا كنت عاوز أصبح ساحر أسود وأحصل على حريتي. فيديله يوجين في وشه يطيره من المكان وبيخبط في الجدار ويقع على الأرض، وبيقول له يوجين أنت بتفضل مجرد شياطين حقيرة تعترف بيك على عائلتك. وبيكون خلاص فقد الأمل فيه، وبيطلع التليفون وبيكلم روبي، وبيوصل الحراس وبيقبضوا على الساحر الأسود وكل أتباعه.
وروبي سيدة البرج الأحمر لما بتشوفه بتكون مقروفة جدا منه، وبتقول له: لقد قمت بتدنيس لقب عائلة ليونهارت وأهنتني شخصيا، أنا الذي حاولت مساعدتك. وبتكمل بكل عصبية: من فضلك كفاية أعذار فارغة، لو عندك أعذار قولهم لأبوك وأمك. فبيكون أيود في قمة ندمه لما بيسمع الجملة دي، وبياخدوه وبيرجعوه. وفي نفس اليوم بيكون وصل جيلاد وثيونيس والد ووالدة أيود، واللي نظرتهم بتكون كلها خيبة أمل في ابنهم. وبيوصل شخص كمان وهو بلزاك لوودبث سيد برج السحر الأسود، وده واحد من أقوى مستخدمين السحر الأسود الأسطوريين، واللي عامل عقد مع ملك الحصار الشيطاني. فيا ترى بيعمل إيه هنا؟ وبتتضايق ثيونيس من روبي وبتقولها: انتي جبتي الراجل المشؤوم ده هنا؟ وبيكون قصدها على سيد برج السحر الأسود. فروبي بترد وبتقولها: اهدي، هو ملوش أي علاقة باللي حصل. فتتعصب عليه أكتر وتقول له: عاوز تقنعني إن سيد البرج ملوش علاقة؟ فيتكلم بلزاك بكل برود وبيقولها إن برج السحر الأسود لا يملك سيطرة على كل المستخدمين، والساحر اللي كان بيحاول يورط ابنكم اسمه جافيد ولا ينتمي لبرج السحر الأسود. وقبل ما تتعصب عليه ثيونيس مرة تانية بيقاطعها جوزها جيلاد وبيقول: طالما ملكش علاقة يا بلزاك بتعمل إيه هنا؟ فيرد بلزاك وبيقول: لتحمل المسؤولية عندكم زي ما انتوا عارفين، السحر الأسود كان محظور من مئات السنين، وده لحد ما فيرمث وقع معاهدة مع سيد الحصار الشيطاني، وأنا عملت عقد معه. وبيكمل وبيقول: من أجل الحفاظ على كرامة عائلة ليونهارت أنا هحني رأسي عشانكم، وعشان مش حابب أكون عدو ليكم، وكل اللي مشاركين في الجريمة هيتم عقابهم. فتقول له ثيونيس: طيب أنت هتتحمل المسؤولية إزاي؟ فبيقولها بلزاك: أنا كلمت جافيد وعرفت منه الشيطان اللي كان عاوز يعمل العقد مع ابنكم، وقررنا القضاء عليه. وبيعرض ليهم رسالة من سيد الحصار الشيطاني بنفسه، واللي بيعتذر ليهم عن الإزعاج، وبيقول لهم إنه هيقطع رأس الشيطان هوين اللي كان هيعمل عقد مع ابنهم. وبينحني ليهم بلزاك وبيعتذر، وهم بيكونوا في قمة غضبهم، وقصدي على جيلاد ويوجين. وبيبص بلزاك ليوجين وبيبتسم في وشه، ويوجين أصلاً مش بيكون طيقه. وبعد ما بيخرج سيد البرج الأسود من المكان بيستأذن جيلاد يوجين يخرج عشان يتكلموا على انفراد. وبيكون جيلاد عاوز يرجع أيود معاه، ولكن مراته بترفض بسبب إن فضيحتها ما توصلش لهناك، وعشان خلاص أبناء مراته التانية حققوا إنجازات كثيرة وبقى وجوده وسطهم بلا قيمة. وبتقول له ثيونيس: أنت مش شايف إنك بتميز بين ولادك؟ فبيقولها: أنا عملت الكل بالتساوي. وفعلا شفنا ده، وخصوصا لما تبنى يوجين وكان بيدي كل أبنائه نفس الفرص. فتصرخ فيه مراته وتقول له: كان مفروض تهتم بيه أكتر. فبيقولها: من فضلك لا تجلبي العار لعائلة ليونهارت. فتقول له: عار إيه يا أبو عار؟ أنا مش هرجع بيتك، وأنا معايا ابني، ولو مش موافق هرجع أعيش مع أهلي معززة مكرمة. فيقولها جيلاد بكل خضوع: لو دي إرادة أيود اعملي اللي عاوزاه. وعند يوجين بيقابله بلزاك وبيقول له: عاوزك في كلمة. وبولزاك يقول ليوجين: ما عرفتش أتكلم معك جوا لأن الموضوع كان مربك ولأنك من عائلة ليونهارت. فرد يوجين وبيقول له: وأنا مش بحب السحرة اللي بيستعملوا السحر الأسود. فرد عليه بولزاك وبيقول له: أنا مش هجامل نفسي، بس بصفتي ساحر أسود ما عملتش حاجة غلط. وبيقعد بقى يجمل في بطلنا وبيقول له: سمعت إنك تلقيت خطاب لدخول أكيريون أعظم مكتبة سحرية. وبيكمل وبيقول له: أنا مستعد أتحمل المسؤولية عشانك برضه. فيتعصب يوجين وبيقول له: عاوز إيه؟ انطق. فبيقول له: خطاب توصية، واحد مش هيدخلك المكتبة، ولكن بصفتي مالك البرج الأسود أقدر أوصي بيك أنا كمان. طبعا بيسأله يوجين: وانت هتعمل كذا ليه يعني؟ فبيقول له: عشان روبي وانت ومعظم الناس بيكرهوني، فلو كتبت لك توصية على الأقل مش هتكرهني صح؟ فيرد يوجين وبيقول له: تمام، لكن مش هنتصاحب يعني. فيقول له بولزاك: مفيش مشاكل. وقبل ما يمشي بيقول له يوجين: هو أنت فعلا ما تورطتش في قضية أخويا؟ فبيقول له: كوني ساحر أسود لا أسمح للضعفاء أمثال أخوك للانضمام لينا حتى لو من عائلة ليونهارت. وبيرجع يوجين للبيت، وهناك بنعرف أن عائلته ادته قلب أحادي القرن هدية، فبيمتص قوتها وبيكون بيتطلع أنه يوصل للنجمة الرابعة قبل سن 20، وده لأنه ما حدش في عائلة ليونهارت وصل لها قبل السن ده. ومن صورة فيرمث بنعرف أن عنده أكثر من 10 نجوم، يعني فرق قوة ساحق. وفي مكان ووقت ثاني بيقابل يوجين جارجس أبو عضلات، واللي بيقول له إن خصية العملاق طلعت غالية ب300 مليون سيل. فيتعصب منه يوجين، ولكن جارجس بيقول له: لازم نلحق نشتريها عشان ما يبيعوهاش للمزايد اللي بعدي.
فبيطلع يوجين على البنك وبيستعمل بطاقته بيشتريها عشانه. ولما موظف البنك بيقول له مش عاوز تعمل حساب بنكي عندنا، فبيقول له لا، وبيعرض عليه جارجس يديه جزء من الخصية. ولكن بطلنا مش مهتم قوي صراحة، بس بيروح معاها لأي حال لأنه مهتم بمهارات عيلته. وفي لحظة دي بيقع عينه على شخص وسط الحشود، وبيكون مصدوم وبيجري زي المجنون وسط الناس كأنه بيطارد شبح، وبيقول انتي سينيا؟ نكمل من اللحظة اللي يوجين شاف فيها البنت اللي شبه سينية في الشارع. أول ما عينه تقع عليها بيتجمد مكانه. ملامحها قريبة جدا من سينية، مش بس شبه عادي، نفس الإحساس القديم اللي هاميل فاكره من 300 سنة. يوجين يسيب جارجس فورا ويجري وراها. البنت تمشي بهدوء كأنها عارفة أنه هيلحقها. يوجين ينادي عليها ويسألها هي مين؟ هي تبصله وتسأله هو بيعمل إيه. يوجين يكون متوتر ومش قادر يستوعب، قدامه شخص مستحيل يكون موجود. هو فاكر أنه سينية اختفت من زمان، ومع ذلك اللي قدامه شبهها بشكل مرعب. يوجين يحاول يمسكها، لكن أول ما إيده تقرب بيكتشف إن جسمها مش طبيعي. إيده تعدي منها وكأنها مش شخص حقيقي. يوجين يتصدم. البنت تقول له إنها مش شبح، لكنها برضه مش إنسانة كاملة، هي نسخة أو أثر سحري. وده يخلي يوجين يتأكد إن الموضوع مرتبط بسينية فعلا. البنت تتكلم بطريقة هادية، تقول له إن سينية كانت عارفة إن هامل مات، لكنها ما كانتش تعرف إنه اتولد من جديد. يوجين يسمع الكلام ودماغه تشتغل بسرعة. لو سينية سابت الأثر ده يبقى هي كانت مستنية حاجة، ولو الأثر تفاعل لما شاف يوجين يبقى في صلة بينه وبين ذكريات هامل. يوجين يسألها عن سينية، هي فين؟ عايشة؟ ماتت؟ اتسجنت؟ لكن النسخة ما تدهوش إجابة واضحة، بدل كده تبدأ تتلاشى. يوجين يحاول يلحقها، لكن السحر ينهار قدامه وهي بتختفي. يوجين ينطق اسمها سينية ميردين، وبعد ما تختفي النسخة يوجين يفضل واقف وسط الشارع. هو مش أخذ إجابة، لكنه أخذ دليل. سينية سايبة أثر في أروث، وده لوحده كفاية يخلي عنده هدف جديد. بعد كده نلاقي يوجين قاعد بيفكر في اللي حصل، بيسترجع صورة النسخة، بيفكر هل سينية عملت السحر ده بنفسها؟ هل تعرضت لخطب؟ هل حد حبسها؟ ولو كانت مختفية هل ده السبب ان محدش قدر يلاقيها طوال السنين دي؟ يوجين يحس ان الخيط اللي وصل له صغير جدا لكنه مهم، وبيقرر انه هيدور عليها بنفسه، مش هيستنى حد يشرح له، هو هيجمع الأدلة واحدة واحدة. في الوقت ده لوفليان يوصل له ويسأله ليه جري فجأة. يوجين يرد ببرود ويسأله لو كان بيراقبه. لوفليان يحاول يرجعه، لكن جارجس يدخل في الكلام كعادته. يوجين كان عايز يفهم حاجة من جارجس عن اللهب الأبيض. جارجس يوريه طريقته في استخدام اللهب، يشعل المانا في جسمه بشكل عنيف جدا وكأنه بيحول جسده كله الفرن مشتعل. يوجين يراقبه باهتمام، مش لأنه معجب بالاستعراض، لكن لأنه عايز يفهم الفرق بين أسلوب جارجس وأسلوبه هو. يوجين يلاحظ أن جارجس بيستعمل اللهب بطريقة جسدية وغريزية. القوة عنده طالعة من عضلاته وتحمله، لكن يوجين دماغه تروح لحاجة أعمق. هو مش عايز يقلد جارجس ولا عايز يفضل ماشي بنفس طريقة عائلة ليونهارد فقط. هو عنده خبرة هامل، وعنده تقنية اللهب الأبيض، وعنده بداية فهم للسحر. لو قدر يخلط كل ده مع بعض ممكن يوصل لطريقة أقوى من حدود التقنية نفسها. بعدها يوجين يرجع للبرج الأحمر، يدخل غرفة تدريب خاصة في القبو، المكان مناسب لتجارب المانا، ومعاه جزء صغير من السحر اللي شافه من نسخة سينية. هو عارف إنه الجزء ده مش كفاية لفهم سحرها بالكامل. سحر سينية كان عالي جدا ومش ممكن يتفك بسهولة من مجرد أثر صغير، لكن يوجين مش محتاج يفك كل حاجة دلوقتي. يكفيه يبدأ من السحر البسيط، يكفيه يعرف هل مانا تقدر تتحمل التحليل والتجربة ولا لا. يوجين يبدأ يطلع المانا، الدوائر السحرية تظهر حواليه، اللهب الأبيض يشتعل، لكن المرة دي مش مجرد لهب، هو بيحاول يخلي المانا تتحرك بشكل مختلف، يختبرها، يضغط عليها، يراقب رد فعلها، ويبدأ يدرك إنه وحدته مع المانا ممكن تبقى أقوى من حدود اللهب الأبيض العادية. في اللحظة دي يوجين يبتسم، هو لسه في أول الطريق، لكن النتيجة واضحة. طريقه مش هيقف عند تقليد فيرموث أو ليونهارد، هو هيبني طريقه الخاص. الفصل ينتهي ويوجين وسط المانا المتفجرة، وهو مقرر إنه قوته هتتجاوز حدود طريقة اللهب الأبيض. وده مش وعد بسيط، ده إعلان إن هامل بجسد يوجين بدأ يخلق أسلوب جديد، أسلوب يجمع السيف والمانا والسحر وخبرة حياته القديمة. نكمل مع مير وهي بتسمع إنه غرفة يوجين بقالها كام يوم بيطلع منها صوت انفجارات واهتزازات غريبة، فتستغرب لأن يوجين لسه جديد في أروث ومش المفروض يكون بيعمل تجارب عنيفة بالشكل ده، فتقرر تروح تشوف بنفسها. مير توصل قدام غرفة يوجين وتنادي عليه، لكن مفيش رد واضح. تسمع صوت خبط من جوه وبعدها الباب يتفتح فجأة. يوجين يخرج من وسط الدخان من غير قميص وجسمه كله عرق وآثار مانا. مير تتخض وتسأله هو كان بيعمل ايه؟ يوجين يرد بكل بساطة انه كان بيتمرن. فتبص وراه وتلاقي الغرفة متبهدلة، الأرض والحيطان فيهم آثار ضرب وانفجارات، فتقول له انه ده مش شكل تدريب عادي. يوجين يوضح انه كان بيجرب طريقة جديدة في استخدام المانا وبيحاول يخلط بين تدريب الجسد وتدريب السحر. مير تلاحظ ان مفيش دائرة سحرية عادية، مفيش تعويذة واضحة، ومع ذلك يوجين قدر يعمل انفجارات وتحكم غريب في الطاقة، فتفهم
أن يوجين بيحاول يستخدم المانا من جسمه مباشرة، مش بالطريقة التقليدية اللي السحرة متعودين عليها. يوجين يشرح لها أنه مش مركز على حفظ التعويذات دلوقتي، هو عايز يفهم المانا نفسها، إزاي تتحرك وإزاي تتجمع وإزاي تتحول لطاقة مفيدة حتى لو التعويذة نفسها ما كملتش. مير تقلق منه وتقول له أن الطريقة دي خطيرة لأن أي خطأ ممكن يأذيه، لكن يوجين يرد بهدوء أنه ده جزء من التدريب. بعدها مير تقول له أن لوفليان سيد برج السحر الأحمر عاوزه يقابله. يوجين يسأل لو اللقاء في البرج الأحمر، لكنها ترد أن اللقاء في أكرون، وده يخلي يوجين يهتم فورا لأن أكرون هي المكتبة الملكية الضخمة اللي كان عايز يدخلها من البداية. مير تشرح له أن أكرون مش مكتبة عادية، دي مكان مهم جدا في أروث وموجودة داخل نطاق قصر أبرام، والقصر محاط ببحيرة ودائرة ختم شيطاني ضخمة. الدائرة دي سينية هي اللي عملتها من مئات السنين ولسه شغالة لحد دلوقتي، وده يثبت ليوجين قد إيه سحر سينية كان مرعب. مير توضح أن دخول أكرون مش سهل، لازم موافقة من سادة الأبراج، وفي ناس وافقت على دخول يوجين وناس اعترضت. لوفليان وسيد البرج الأسود دعموا دخوله، لكن سيد البرج الأزرق وسيد البرج الأخضر ورئيس نقابة السحرة مش مقتنعين. عشان كذا يوجين لازم يقابلهم ويثبت أنه يستحق. يوجين ما يتوترش، بالعكس يعتبر الموضوع فرصة، لو المطلوب أنه يوريهم موهبته فهو مستعد. بعدها يتحرك للقاعة الرسمية. يوجين يدخل القاعة ويلاقي قدامه شخصيات كبيرة من أروث، سادة أبراج، رئيس نقابة السحرة، كابتن سحرة القصر، وكمان هونين أبرام ولي عهد أروث. كل العيون تكون عليه. يوجين يعرف نفسه بهدوء. هونين يبتسم له ويقول إنه سمع عنه من زمان وكان عايز يقابله. يوجين يرد عليه باحترام ويذكر إنه هونين نفسه مشهور كعبقري وصل للدائرة الخامسة قبل سن صغير. الكلام يعجب هونين والجو يبقى أهدى شوية. بعد كده يبدأ الاختبار الحقيقي. بعض السحرة يعترضوا على دخول يوجين أكرون، يقولوا إنه كونه من عائلة لايون هارت أو إنه قوي في السيف والمانا مش معناه إنه يستحق يدخل مكتبة مليانة أسرار سحرية. السحر ليه طريق تاني، ويوجين لسه ما قدمش إنجاز سحري واضح. كمان بعضهم يشك في التوصية اللي جاية من سيد البرج الأسود، ويقولوا إنه ممكن الموضوع يكون بسبب علاقات شخصية مع عائلة لايون هارت مش بسبب موهبة يوجين فعلا. يوجين يسمع الكلام كله وهو ماسك نفسه. هو متضايق من ذكر السحر الأسود لكنه ما ينفعلش، عارف إنهم بيحاولوا يضغطوا عليه ولو رد بغضب هيبقى ده ضده. في النهاية السحرة يطلبوا منه يعرض سحره قدامهم بدل الكلام والجدال، يثبت بنفسه إنه يستحق دخول أكرون. يوجين يوافق فورا، يقف في وسط القاعة ويبدأ يطلق المانا من جسمه. اللهب الأبيض يظهر حوالين قلبه والنجوم تلمع. المانا تتحرك بطريقة منظمة من غير دائرة سحرية تقليدية. السحرة يركزوا، اللي بيشوفوه مش تعويذة عادية. يوجين بيستخدم المانا بشكل مباشر وبيخليها تتشكل حسب إرادته. القاعة تسكت تدريجيا ويوجين يكمل عرضه بثقة عشان يثبت إنه دخوله أكرون مش مجاملة لكنه بسبب موهبة حقيقية. يوجين يوقف في نص القاعة والمانا بتطلع حواليه. السحرة كلهم ساكتين، هم طلبوا يشوفوا سحرة وهو قرر يوريهم حاجة مش عادية. يوجين يبدأ يستخدم اللهب الأبيض بطريقة مختلفة. النجوم تدور والمانا تتحرك حوالين جسمه بشكل منظم وبعدها يبدأ يشكلها كسيف. السحرة يتفاجئوا، اللي قدامهم مش مجرد لهب أبيض، ده سيف مصنوع من المانا، شكله ثابت وحاد ومتماسك. يوجين مش بيستخدم تعويذة تقليدية من اللي بيتعلمها طلبة السحر، هو بيستعمل تحكمه في المانا وخبرة القتال عشان يخلق سلاح، وده يخلي القاعة كلها تنتبه لأن اللي بيعمله مش استعراض عشوائي، ده أسلوب عملي السحر يخدم القتال مباشرة. بعض السحرة يبدأوا يحللوا اللي شافوه، هل ده سحر؟ هل ده استخدام مطور للمانا؟ هل هو فرع من اللهب الأبيض؟ كل واحد بيحاول يصنفه، لكن المشكلة إن يوجين خارج التصنيفات المعتادة. هو مش ساحر برج ومش فارس عادي، هو الاثنين مع بعض. بعد العرض يوجين ينحني بأدب لوفليان، يكون واضح إنه فخور لأنه راهن عليه من البداية. بعض السحرة يقتنعوا إن يوجين يستحق فرصة، مش لأنه من ليون هارت بس، لكن لأنه قدر يوريهم قدرة حقيقية. ومع ذلك النقاش ما ينتهيش بسهولة. الدخول لأكرون مش قرار بسيط، خصوصا لو اللي داخل شاب صغير من عائلة قوية زي ليون هارت. واحد من السحرة يسأل لو يوجين هيحتاج مرشد داخل أكرون. لوفليان يرد إنه يقدر يوجهه، لكن بعضهم يعترض، يقولوا إن يوجين لو دخل أكرون ممكن يدرس السحر بنفسه. وفي رأي تاني يقول إنه تركه من غير مرشد ممكن يكون خطر لأنه موهبته كبيرة لكنه لسه صغير، ولو دخل وسط كتب ومراجع قوية من غير توجيه ممكن يحصل مشكلة. النقاش يتحول من تقييم موهبته لتحديد مستقبله. هل يوجين هيتبع البرج الأحمر؟ هل هيكون تحت عين لوفليان؟ هل هيتساب يدرس بحرية؟ كل واحد له مصلحة. البعض شايفه كنز لازم يتدرب صح، والبعض شايفه تهديد لو تساب يكبر من غير رقابة. بعدها يدخل الكلام في السياسة. سحرة المجلس يذكروا أن يوجين من عائلة ليون هارت، والعائلة دي مش أي عائلة، هي نسل فيرموث العظيم. وفوق كذا يوجين نفسه فاز في احتفال استمرارية النسب من 4 سنين. حتى الفرع الرئيسي اعترف بموهبته، يعني هو مش طالب مجهول. لو أروث أهملته أو عملته غلط ممكن ده يسبب مشكلة
مشكلة مع ليونهارت. بعضهم يبدأ يتكلم عن مستقبل العائلة، يقولوا أن الوريث الأول إيود خرج من مركز المنافسة بسبب فضيحة السحر الأسود، وسيان ابن جيلارد هو الأقرب لمنصب البطريرك، لكن سيان نفسه تغلب من يوجين قبل كذا في الاحتفال. وفي كلام أن يوجين ممكن يسيب العائلة الأساسية يوما ما ويتفرغ لطريقه، ولو اتجوز وخلف هيبقى ليه خط عائلة خاص، وده ممكن يخليه حليف قوي جدا لأروث في المستقبل. الكلام ده يوري أنهم مش بيفكروا في السحر بس، بيفكروا في النفوذ. يوجين بالنسبة لهم مش مجرد ولد موهوب، هو ورقة سياسية. لو اتدرب في أروث ممكن يبقى رابط مهم بينهم وبين ليونهارت، ولو اتساب لبرج واحد البرج ده ممكن يكسب نفوذ ضخم. بعدها يظهر رأي عن دعم أروث. طالما عائلة ليونهارت نفسها معترفة بموهبته يبقى أروث كمان ممكن تستثمر فيه، لكن مش كلهم مرتاحين فيه. سحرة شايفين ان موهبته مرعبة، لكن ده مش سبب كافي لفتحه على كل أسرار أكرون. وفي ناس شايفين ان تركه ينتظر سنين ممكن يضيع فرصة كبيرة. في وسط الكلام بالبلاك أو سيد البرج الأسود يتدخل، كلامه يبقى بارد ومستفز، يقول ان تصريحات بعضهم متناقضة أو انهم بيتكلموا وكأن القرار سهل، وبعدها يلمح لحاجة أخطر، يسأل عن رأي ملك الحبس الشيطاني أو علاقته بالكلام. الجو يتوتر فورا، لأنه مجرد ذكر ملك الحبس الشيطاني وسط مجلس سحرة أروث كفاية يغير نبرة النقاش. واحد من السحرة يغضب ويسأله يقصد إيه بالبلاك، يضحك يقول إن ملك الحبس الشيطاني ملوك، وإنه مش مستحيل يكون عنده اهتمام بموهبة زي يوجين. كلامه مش تصريح مباشر، لكنه كافي يزعجهم، لأنه بيحط اسم يوجين جنب اسم ملك شيطاني. وبالنسبة ليوجين الكلام ده يستفزه أكتر، لأنه أصلا بيكره كل ما له علاقة بالسحر الأسود والشياطين. النقاش يكمل، لكن واضح إن الكل عايز يقفل الموضوع بدل ما يطول. مير أو واحدة من الموجودين تقول إن تأخير القرار مش مفيد، كل ما الوقت يطول المشاكل هتزيد. وفي الآخر لوفليان يوافق على أنهم يخلصوا التصويت أو القرار. بعض السحرة يوافقوا، والنتيجة تميل لصالح السماح ليوجين بدخول أكرون. الفصل يقفل على يوجين واقف قدام لوح كبير في أكرون مكتوب عليه اسمه مع لقب مهم، يوجين ليونهارت، بمعنى أن اسمه تسجل رسميا. الطريق اللي كان مقفول بدأ يتفتح. يوجين دخل أروث عشان يتعلم السحر ويدور على أثر سنية، ودلوقتي الباب الحقيقي اتفتح قدامه. أكرون المكتبة اللي فيها أسرار سحرة أروث بقت قدامه، ومن هنا رحلة البحث عن سنية هتبدأ بجد. نكمل مع يوجين بعد ما دخل أكرون. أكرون مش مكتبة عادية، دي مكتبة ملكية ضخمة فيها كتب سحرية نادرة، وفي كل دور فيها كتب أقوى وأخطر من اللي قبله. يوجين يدخل وهو عارف إنه الوصول للأدوار العليا مش سهل، مش أي حد يدخل ويطلع براحته، لازم موافقات ولازم إنجازات ولازم اعتراف من سادة الأبراج. يوجين يوقف في القاعة ويفكر إنه لو عايز يوصل لحقيقة سنية لازم يطلع للأدوار العليا. لكن قبل ما يتحرك تظهر قدامه بنت صغيرة شكلها طفولي، شعرها أبيض وطريقتها غريبة جدا، بتناديه يا ولد. يوجين يبص لها باستغراب. البنت دي مش طالبة عادية، هي روح مألوفة معمولة بالسحر واسمها مير. مير تعرفه بنفسها وتقول له إنها موجودة في أكرون وعارفة كل اللي بيدخل ويخرج. يوجين يسألها إزاي عرفت اسمه، فترد عليه إنها سجلت اسمه من أول ما دخل، هو اسمه موجود في نظام أكرون. يوجين يبدأ يفهم إن مير مش مجرد روح بسيطة، دي جزء من نظام المكتبة نفسه. مير تبدأ تشرح له وضعه. دخوله أكرون اتوافق عليه بالتصويت، 5 من سادة الأبراج وافقوا، 2 رفضوا وواحدة كانت محايدة. يوجين يسألها لو كده يقدر يطلع للدور العلوي. مير ترد عليه إنه يقدر، لكن الموضوع مش بالبساطة دي. عشان يدخل أماكن أعلى لازم يعرف مين اللي وافق ومين اللي رفض، ولو عايز يتقدم أكتر لازم يثبت نفسه أكتر. يوجين يسألها عن سادة الأبراج. مير ترد عليه بحماس، تقول له إن سيد البرج الأحمر هو لوفليان، وسيد البرج الأبيض هو تريمبل، وسيد البرج الأزرق وسيد البرج الأخضر وسيد البرج الأسود كل واحد فيهم له رأيه. مير تتكلم وكأنها مستمتعة جدا بشرح السياسة دي. يوجين يسمع وهو متضايق من طريقتها لكنه مركز. بعدها مير تلاحظ السيف اللي مع يوجين. السيف ده مبارك من ملك أرواح الرياح، وهي تسأله عنه. يوجين يستغرب إنها عرفت. مير تقول إن السيف فيه أثر واضح جدا من ملك أرواح الرياح، وتبدأ تتكلم عن ملوك الأرواح كأنها عارفة عنهم معلومات مهمة. يوجين يسألها لو تقدر تكلم ملك الرياح، فترد إن التواصل مش سهل. لو المستخدم نفسه نادى ملك الرياح ممكن يستجيب، لكن مير ما تقدرش تعمل ده. بدلاً عنه يوجين يبدأ يشك في مدى معرفة مير. مير تعرف حاجات كتير عن سنية، تعرف عن ملك أرواح الرياح وتعرف عن أكرون، وكمان بتتكلم عن ملك الحبس الشيطاني بطريقة تخلي يوجين يتوتر. يوجين يسألها هي عارفة المعلومات دي منين؟ مير ترد إن سنية هي اللي صممت أكرون، وسنية هي اللي صنعتها، فبالتالي هي عارفة حاجات كتير من اللي سنية سابتها. مير تكمل كلامها عن سنية وتقول إن سنية صنعت أكرون وصممت نظامه وسابت فيه أسرار كتير. يوجين يسمع الاسم
واهتمامه يزيد. هو جاي أصلا عشان سينية، عشان يعرف هي فين وإيه اللي حصل لها بعد موت هامل. لكن مير ما تدهوش إجابة مباشرة، هي تفضل تلف وتتكلم بطريقة مستفزة. يوجين يسألها عن دخول قاعة سينية، مير تقول له إن الموضوع مش سهل، لو عايز يدخل أماكن خاصة بسينية محتاج تصريح أعلى. لكن بعد شوية تلمح له إن فيه طريقة تسأله لو عايز يدخل. يوجين يحاول يتعامل ببرود لكنه واضح إنه مهتم. مير تضحك عليه وتقول له إن ردود فعله مملة، هو مش بيتفاجئ زي ما هي عايزة. بعدها مير تقول له يحط صباعه على بوابة النقل. يوجين يسألها لو هي هتوديه للدور السابع. مير ترد عليه بهدوء وتقول أيوة، لكنه يلاحظ إنها بتخبي حاجة. تسأله لو هو مش عايز يروح قاعة سينية. يوجين يرد إنه جاي يقرأ ويتعلم. مير تفضل تضايقه وتقول له إنه ممكن يحرج لو تورط معاها. يوجين يحط إيده على بوابة النقل، السحر يشتغل، البوابة تفتح. يوجين بينتقل لمكان جديد، ولما يفتح عينه يلاقي نفسه قدام بنت صغيرة تانية. البنت ترحب بيه وتقول له أهلا في قاعة سينية. يوجين يتصدم من شكلها، وشها قريب من سينية، وبيسألها باسم واحد، سينية. الفصل يقفل على صدمة يوجين لأنه أخيرا وصل لمكان مرتبط بسينية، لكن اللي واقف قدامه مش واضح إذا كانت هي فعلا أو مجرد أثر جديد من أثرها. نكمل من صدمة يوجين قدام البنت اللي ظهرت في قاعة سينية. يوجين يناديها بسينية لكنها ترد عليه فورا وتقول له لا، هي مش سينية، اسمها مير، أو بالتحديد هي جزء مختلف من مير. يوجين يستغرب أكثر لأنها شكلها طفل لكنها بتتكلم كأنها عارفة عنه كل حاجة. مير تقول له إنها عارفة اسمه، عارفة إنه يوجين ليونهارت، وعارفة إنه كان مسجل في آكرون قبل كده. يوجين يسألها إزاي. مير تشرح إنه كل اللي يدخل آكرون بيتسجل، وهي متصلة بنظام آكرون، يعني وجودها مش مجرد روح عشوائية، هي جزء من سحر سينية. يوجين يسألها يناديها بإيه. هي تقول له إن سينية كانت بتناديها مير. يوجين يستغرب الاسم مير، تقول إن سينية سمتها كده، وتوضح إن الاسم مأخوذ من كلمة أو اسم مرتبط بحورية البحر. يوجين من جواه يفتكر إن سينية دايما كان عندها ذوق غريب في التسمية، لكن مير تكون فخورة بالاسم جدا. بعدها مير تشرح حقيقتها، هي مش إنسانة حية، جسدها معمول بسحر سينية، ووعيها معمول من ذكريات سينية وسحرها، يعني هي مش نسخة كاملة من سينية، لكنها تحمل جزء من شخصيتها وذكرياتها. يوجين يسمع الكلام ويحاول يفهم، هو قدامه أثر حي من سينية لكنه مش سينية نفسها. مير تسأله لو يعرف الأرواح المألوفة. يوجين يقول إنه يعرف عنها. هي تشرح إن الأرواح العادية بتكون مختلفة عنها، هي مميزة لأن صانعتها سينية استخدمت سحر شديد التعقيد. مير تقول كمان إن سينية استخدمت آكرون نفسه كقاعدة لها، بمعنى إنه مير متصلة بالمكان كله. بعدها مير توريه سحر ضخم موجود في القاعة. يوجين يشوف دوائر سحرية هائلة، السحر معقد لدرجة إنه مش قادر يفهمه بسرعة. مير تسميه ويتش كرافت، وتقول إن ده أعظم سحر صنعته سينية. السحر ده كان هدفه يتخطى السحر العادي ويتعامل مع المانا بطريقة مختلفة تماما. يوجين يحاول يفهم لكنه يتضايق من المصطلحات، يسألها ازاي ده يكون كتاب أو سحر. مير ترد عليه انه الكتب هنا مش مجرد ورق في آكرون، بعض الكتب عبارة عن سحر حي، وويتش كرافت واحد من أعظم أسرار سينية. مير تستغرب ان يوجين مش فاهم بسهولة، وهو يرد عليها بعصبية ويقولها ان ده كلام فارغ. مير تكمل شرحها، تقول ان سينية ما اعتزلتش لأنها تعبت أو زهقت، هي دخلت آكرون وقفلت على نفسها سنين طويلة، فضلت تقرأ وتبحث وتطور السحر، كل ده عشان توصل لويتش كرافت. يوجين يسمع الكلام ويبدأ ياخذ الموضوع بجدية. سينية ما اختفتش بدون سبب، هي كانت بتعمل حاجة كبيرة. بعدها يوجين يسأل عن سينية بعد رجوعها من هيلموت. مير تقول ان سينية ما قبلتش رفاقها كتير، حتى مع أنيس ومولون اللقاءات كانت قليلة، وسينية ما كانتش بتحكي عن اللي حصل بسهولة. يوجين يسأل عن هامل. مير ترد بعصبية وتقول ان هامل كان أحمق وغبي. يوجين يغضب فورا، بالنسبة له سماع شتيمة هامل من فم نسخة سينية مستفز جدا. مير تقول ان سينية كانت بتعيط لما تتكلم عن هامل، كانت تزعل أكتر لما تيجي سيرته. هي ما كانتش بتشتمه، بس كانت موجوعة منه، موجوعة لأنه مات، موجوعة لأنه اختفى. قبل النهاية يوجين يسكت للحظة لأنه الكلام لمس ذكريات هامل القديمة. يوجين يسأل عن فيرموث. مير ترد بجملة غريبة، تقول ان سينية ما كانتش تمدحه ولا تشتمه ولا تحكم عليه، كانت ساكتة لما تيجي سيرته، وده يخلي يوجين
يوجين يتوتر لأنه من البداية شاكك إن فيرموث عمل حاجة غريبة بعد موت هامل، وسكوت سينية عن فيرموث مش شيء مطمئن. الفصل ينتهي بجو ثقيل. يوجين دخل قاعة سينية عشان يدور على إجابات، لكنه لقى أسئلة أكتر. مير مش سينية، لكنها تحمل ذكرياتها، وسينية نفسها كانت بتخبي ألم كبير، خصوصا لما تيجي سيرة هامل وفيرموث. نكمل مع يوجين ومير داخل قاعة سينيا. يوجين يطف قدام لوحة كبيرة لسينيا. مير تقول له إن سينيا ما كانتش بتيجي القاعة دي كتير، ويبدو إن اللوحة اتعملت في وقت كانت سينيا فيه أهدى. يوجين يبص للوحة ويتذكر سينيا القديمة، نفس الملامح نفس الإحساس، لكن اللي قدامه مجرد صورة. مير تبدأ تحكي له عن سينيا، تقول إنها لما كانت تزعل كانت تحاول تشوف وشها وهي مبتسمة. يوجين يسمع الكلام ويحس إن سينيا كانت وحيدة أكتر مما كان متخيل. مير تقول إن سينيا كانت تقضي وقت طويل في البحث وفي القاعة دي وفي أكرون، لكن الحزن كان واضح عليها. يوجين يمد إيده ويمسح على راس مير، هو مش قاصد يقلل منها لكن شكلها طفل. ومير تتضايق جدا، تقول له ما يتجاوزش حدوده، تقول له إنها أصغر منه حجما لكنها عاشت أكتر منه بكتير. يوجين يسحب إيده ويعتذر بطريقة باردة. مير تفضل متضايقة لكنها تكمل الشرح. بعدها مير توريه أدوات سينية، تقول له إنه كل حاجة هنا كانت تستخدمها سينية. وفي وسط القاعة يوجين يشوف عصا غريبة جدا، عصا شكلها مش طبيعي وفيها حجر أحمر قوي. يوجين يفتح عينه لما يشوفها. مير تقول له اسمها أكاشا. يوجين يعرف الاسم فورا، أكاشا واحدة من أعظم العصية السحرية في التاريخ. مير تبدأ تشرح أصلها، تقول إن في غابة سامار العظمى في شجرة عظيمة جدا، الإلف بيعتبروها شجرة مقدسة، وسينية استخدمت جزء من جذور الشجرة دي عشان تصنع أكاشا. مير تحكي قصة سينية وهي صغيرة. سينية تسابت في غابة سامار، كانت طفلة صغيرة وكان ممكن تموت، لكن الإلف لقوها وربوها وأكلوها من ثمار الغابة، وبعدها اكتشفوا موهبتها في سحر الإلف. سينية كبرت هناك وتعلمت منهم، وبعد سنين استخدمت جذور الشجرة العظيمة ومعاها مواد نادرة جدا عشان تصنع أكاشا. يوجين يبص للعصا باهتمام. مير تقول إن أكاشا مش عصا عادية، هي تحمل قوة شجرة سامار وحجر التنين. الحجر الأحمر الموجود فيها هو دراغون هارت. مير توضح إن سينية أضافت له مواد مستحيلة تقريبا، وده اللي خلى أكاشا تبقى واحدة من أقوى أدوات السحر. يوجين يسأل لو يقدر يمسكها. مير تسمح له لكنها تحذره، تقول له إن أكاشا مش هتسمح له يستخدم سحرها بسهولة. العصا عندها إرادة وهي ما بتقبلش أي شخص. يوجين يمد إيده ويمسك أكاشا. العصا تتفاعل مع معناه، مش قبول كامل لكنها ما ترفضوش. مير تتفاجأ، تقول إن أكاشا عادة ما تقبلش معناه أي حد، لكنها قبلت معناه يوجين. مؤقتا يوجين يمسك العصا ويحس إن فيها قوة هائلة، لكن أكاشا مش بتديله السيطرة الكاملة. مير تقول له إن العصا لسه ما اعترفتش بيه كصاحبها، لكنها سمحت له يلمسها، وده بحد ذاته غريب. يوجين يبتسم، بالنسبة له مجرد إن أكاشا ما رفضتوش ده معناه إن في فرصة بعد كده. مير تسأله لو يحب يشوف كتاب. يوجين يفتكر إنها هتجيب له كتاب سحر عظيم، لكنها تجيب كتاب مصور للأطفال عنوانه عن هامل الأحمق. يوجين يتجمد. مير تقول له إن ده كتاب مشهور جدا للأطفال. الكتاب بيحكي قصة هامل الأحمق وملك الحبس الشيطاني، وهدفه إن الأطفال يتعلموا ما يبقوش أغبياء زي هامل. يوجين يفقد أعصابه، بالنسبة له ده إهانة شخصية، هو هامل نفسه. ومير بتتكلم بمنتهى البراءة عن كتاب بيهزئه. يوجين يسألها ليه سينية عملت كتاب زي ده؟ مير تقول إن سينية ما كانتش بتحب تحكي عن اللي حصل في هيلموت بشكل مباشر، لكنها عملت الكتاب ده عشان الأطفال. يوجين يغضب أكتر، هو شايف إن ده تشويه لذكراه. مير تقول له إن الكتاب موجود في كل مكان والناس بتستخدمه كقصة تعليمية. يوجين يحس إن العالم كله متآمر عليه. بعد 300 سنة بدل ما يفتكروه كبطل بقى مثال للأطفال على الغباء. مير تقول له يمكن يعجبه لو قرأه. يوجين يرفض بعصبية. بعدها مير تقول له يتبعها، هي عايزة توريه مكان أهم. يوجين يمشي وراها وهو لسه شايل الكتاب بغضب. مير تتحرك داخل القاعة وتفتح له طريق جديد، وفي نهاية الفصل يوجين يشوف شيء ضخم قدامه، دوائر أو أرواح أو نظام سحري هائل داخل قاعة سينية. يوجين يرفع إيده ويقول ده إيه؟ الفصل يقفل على بداية اكتشاف أكبر داخل قاعة سينية. يوجين شاف أكاشا وشاف كتاب هامل المهين، ودلوقتي قدامه سر جديد من أسرار سحر سينية. نكمل مع يوجين، هو شايف الأشكال الزرقاء الموجودة في قاعة سينية. مير تقول له إن دي مش أرواح حقيقية، دي ذكريات معمولة بالسحر. سينية استخرجت ذكريات من عقلها وحولتها لشكل مرئي، يعني اللي قدام يوجين مش أشخاص حقيقيين لكن بقايا ذكريات سينية عن رفاقها. يوجين يشوف صور هامل، فيرموث، أنيس ومولون. مير تقول إنهم معمولين من ذكريات سينية. يوجين يمد إيده ناحية واحدة منهم، لكن مير توقفه بسرعة، تقول له ما يلمسهمش، لو لمس الذكريات دي وعيه ممكن يتسحب جوه المشهد. يوجين يسألها إذا كانت مجنونة. مير ترد إن الناس بتحب تشوف الذكريات حتى لو مؤلمة، وتقول إن ده زي الحلم السيء، موجع لكنه يشد
بتشد الناس. بعدها يوجين ومير يقعدوا. مير تبدأ تشرح الكتب الموجودة في قاعة سينية. في آثار كتير من مانا سينية، مش كلها كتب عادية، بعضها مصنوع من ذكريات وبعضها فيه سحر مباشر. يوجين يسمع وهو مركز، هو عايز يعرف ازاي يقرأ الكتب دي. مير تقول له ان القراءة هنا مش زي القراءة العادية، بعض الكتب لازم تتقرأ بالمانا مش بالعين. مير تشرح كمان ان الدور الرابع عشر فيه كتب خطيرة جدا، كتب فيها أبحاث قوية وممكن تأذي اللي يحاول يقرأها من غير استعداد. يوجين يسأل لو سينية كانت بتقرأ الحاجات دي كلها. مير تقول طبعا، بالنسبة لسينية ده كان طبيعي، هي كانت بتقضي وقتها في البحث والتطوير. بعدها مير تبدأ تتكلم عن أهم شيء في القاعة، طريقة الدوائر السحرية. تقول إن أغلب السحرة بيمشوا من الدائرة الأولى لحد الدائرة التاسعة، كل دائرة معناها مستوى أعلى في التحكم بالمانا والسحر. يوجين يسمع باهتمام. مير تقول إن معظم السحرة العظماء بيقفوا عند الدائرة التاسعة، لكن سينية ما وقفتش هناك، هي حاولت تتجاوز الدائرة التاسعة. مير تشير لدائرة سحرية ضخمة وتقول إن دي بداية ويتشكرافت، الطريقة اللي سينية كانت بتبحث عنها. يوجين يسأل لو يقدر يقرأها. مير تقول له يقفل عينه ويحط إيده على الدائرة، بعدها يوجه ماناه. يوجين يعمل كده فورا. أول ما يلمس الدائرة وعيه يتسحب لمكان غريب، يلاقي نفسه وسط ظلام واسع، وبعدها يظهر بحر ضخم من المانا، موجات عملاقة، ضغط مرعب. يوجين يحاول يتحرك لكنه يحس انه عاجز، المانا حواليه مش مجرد طاقة، دي كأنها محيط كامل بيبلعه. يحاول يقاوم لكن كل ما يقاوم يحس انه اضعف. التجربة مش زي اي تدريب قبل كده، في تدريبه العادي يقدر يتحكم في جسده وماناه، هنا هو مجرد نقطة صغيرة وسط بحر ملوش نهاية. يوجين يحاول يفهم، يحاول يحس بالتدفق بدل ما يصارعه، لكنه يفشل في الوصول للنهاية. التجربة تضغط عليه، يشوف نفسه قدام موجة ضخمة وبعدين وعيه يرجع فجأة. يوجين يفتح عينه وهو متعرق. مير تبص له باهتمام، تقول له ان اغلب السحرة ما يقدروش يستحملوا التجربة دي طويلا، بعضهم بينهار بسرعة وبعضهم يفقد وعيه. حتى سادة ابراج حاولوا قبل كده وما قدروش يوصلوا للنهاية. مير تقول ان سينية حاولت تخلق طريقة تتجاوز الدائرة التاسعة، وتقول ان ويتشكرافت مش مجرد تعويذة، ده نظام كامل لو اكتمل الساحر يقدر يستخدم المانا حوالين جسمه بطريقة مستمرة، الدوائر تفضل شغالة وتجمع المانا وتردها لصاحبها. يعني بدل ما الساحر يستهلك ماناه بس، يخلق دورة كاملة حوالين نفسه. يوجين يفهم خطورة الفكرة، لو ساحر قدر يعمل ده هيقدر يستخدم سحر أقوى بكتير من مستواه الطبيعي. تعويذة بسيطة ممكن تبقى بقوة أعلى، وسحر صغير ممكن يتحول لهجوم مرعب. لكن مير تحذره، الطريق ده مش سهل، التقنيات معقدة والتجربة نفسها مؤلمة، ولو حاول يوجين ياخدها بعنف هيفشل. يوجين يقول إنه حس بشيء بسيط، مش فاهم كامل، لكنه لمس بداية الطريق. مير تقول له إن ده واحدة شيء غريب، لأنه دخل التجربة ومنهارش بسرعة. يوجين يفكر في الأمر، هو لسه بعيد جدا، لكنه فاهم إنه ويتشكرافت ممكن يغير طريقة استخدامه للمانا كلها. لو جمع ده مع اللهب الأبيض وخبرة هامل ممكن يخلق طريق جديد تماما. في نهاية الفصل يدخل لوفليان ومعاه سيدة من سادة الأبراج، وبيظهر إنهم وصلوا بسرعة لقاعة سينية. مير تتفاجأ، لوفليان يقول إن يوجين وصل هنا أسرع مما توقعوا. وبيسأل زعيم البرج الأحمر يوجين عن ضايو في مكتبة أكاريون. يوجين بيقول لهم بصراحة النظريات السحرية هنا صعبة وهتاخد مني سنين طويلة لحد ما أقدر أفهمها. فتقول له مالكث أكيد يعني حتى لو أنت طفل موهوب مش هتفهم أي حاجة من غير معلم. وبتقول له لو سلفتني سيف روح الرياح اللي معاك هفسر لك 10 مجلدات سحرية. فيرد عليها يوجين ويقولها وهي دي صفقة برضو. فتقول له مالكث طيب إيه رأيك في عصاية سحرية، وتشرح له إن العصاية هتساعده في التحكم بالسحر بشكل أفضل. وهنا زعيم البرج الأحمر بيقول له أنت أخويا وأي عصاية تحلم بيها هديها لك. فتتضايق مالكث وتقول له أنت مالك يا عم أنت بالموضوع. فيرد روبي زعيم البرج الأحمر ويقولها يا ست أنت طماعة مش معاكي روحين بالفعل. وبيكون روبي خايف إنها تحصل على الروح الثالثة وتخرج عن السيطرة، لكنها بتقسم له إنها لو عملت عقد مع روح الرياح هتقدر تتحكم فيه. وهنا يوجين بيقاطعهم وبيقولها إنه هيسلفها سيف روح الرياح، لكن مقابل كل يوم السيف يكون معاها هياخد منها قطع أثرية لمدة سنة. يعني لو خدت السيف 6 أيام هياخد منها القطع الأثرية 6 سنين. وطبعا وبلا شك مالكث مش بترفض لأن حلمها إنها تسيطر على روح ملك الرياح. وهنا روبي بيقاطعها وبيرخم عليها وبيقول لي يوجين لو عاوزني اقترح عليك شوية قطع أثرية عند مالكث نادرة جدا وملهاش حل. فيوجين بيقول له أنا فضولي قوي قول لي كده. فيقول له روبي عندك عباءة الظلام. ومالكث بتكون متضايقة جدا إنه بيكشف ليوجين عن القطع الأثرية النادرة دي، فترد عليه لكن روبي بيقولها أنت كده كده مش هتستعمليها فاديها له أحسن.
ولما يوجين بيسألها هي العباءة دي بتعمل ايه، فتقول له ملكس مجرد عباءة وعليها فرو مش اكتر. فيقول له روبي دي عباءة بسحر فضاء عالي المستوى وبتعكس الهجمات السحرية وبتتصدى لأي هجوم مضاد، وعليها كمان سحر دفاع عالي المستوى وتقدر توقف السحر لحد الدرجة ال5 بكل سهولة، وفيها مساحة تخزين فضائية تقدر تخزن فيها كمية الأسلحة اللي محتاجها. وبتكون ملكس متغاظة جدا انه قالوا على كل أسرار العباءة. فيوجين يقولها حلو الكلام، هسأل والدي لو ينفع اديك السيف وهرد عليكي. وهي بتكون متغاظة جدا لدرجة انها بتقول له انها موافقة. وفي الوقت ده يوجين اساسا كان رايح يقضي وقت لطيف مع روبي في مدينة أروث، وبتتضايق اكتر لما يقولها استني لما اخد موافقة والدي. وبخصوص ده والد يوجين واللي اسمه جيلر بيوافق انه يقرض ملكث السيف مقابل العباءة، والشرط الوحيد ان افراد من عائلة ليونهارت يراقبوها. وبتوريه ملكث عباءة الظلام وبتقول له ايه رايك جامدة عليا صح؟ فيوجين يرد ويغيظها ويقولها لها هتبقى احلى عليا. وبنعرف ان الشخص اللي هيراقبها هو جيون اخو سيد العائلة جيلارد واللي من فريق الاسود السوداء، ودي فرقة خاصة بتنفذ قوانين عائلة ليونهارت. وبيشرح لنا يوجين ان فرقة الاسود السوداء بتخدم العائلة الرئيسية فقط، ولو اصدرت اي نوع من الاوامر لازم تطاع من الجميع، وده لان وراهم مجلس شيوخ قادر على تنفيذ واقتراح اوامر على سيد العائلة نفسه واللي هو جيلارد. وبتوصل فعلا فرقة الاسود الخاصة على عربية، وبنشوف بنتين وبيخرج من العربية سيل أخت يوجين غير الشقيقة، ويوجين بيتصدم إنها موجودة هنا فتقول له عيد ميلاد والدتها على الأبواب، فجت هنا عشان تختار هدية وتطمن عليه. وبيكون معاها عم جيون وواحد من القادة، وباين من عضلاته إنه قوي جدا، والشخص اللي وراه باين عليه جدا إنه ساحر. وبعدها القائدة بتاعتهم بتنزل واللي اسمها كارمن ليونهارت، وبتقول له أنا زي جدتك بس ما تناديش علي بالاسم ده. وبيدخلوا جوا عشان يتفقوا بخصوص سيف الرياح. وبنعرف إنه كارمن ما تجوزتش لحد دلوقتي، وفي الآخر أصبحت قائدة الفرقة الثالثة للأسود السوداء. والراجل المعضل اللي شفناه اسمه نيثان ليونهارت، وده قائد وحدة جانبية. والشخص اللي يوجين قال عليه إنه غالبا ساحر اسمه باجو ليونهارت، وده فعلا ساحر بينتمي للفرقة الثالثة برضه وتحت إمرة كارمن. وبيبدأ باجو يكتب العقد، وملكت بتتفاجأ إنه أحد الشروط هو لو تم تدمير روح الرياح هيتم دفع الثمن مقابل ده. فتسأله إيه المقابل لو ده حصل عن طريق الخطأ؟ فترد كارمن وتقولها الثمن هو روحك. فتقولهم ملكت حتى حياتي ليها ثمن برضه. فيقاطعهم باجو ويهدي الجو ويقول أتمنى السيف ما يتدمرش لأني بحترم البرج الأبيض كوني ساحر زيكم، لكن لو حصل ودمرت السيف يبقى لينا كلام تاني خالص. ونظراته ما تطمنش. فترد ملكت وتقول لهم مش حاسة إنه من العدل إنكم كعائلة ليونهارت تبقوا مسيطرين على الصفطة. فترد كارمن وتقولها إحنا مش محتاجين عباءة الظلام في حاجة، وسيف الرياح كنز وطني بالنسبة لنا. وهنا ملكت بتقاطعها وتقولها تمام حلو الكلام بس ما تحاوليش تقنعيني إن القائدة كارمن بنفسها جات عشاني. فتقولها كارمن أيوة أنا جيت للتحقيق في قضية إيود. فيرد سيد البرج الأحمر روبي ويقولها ده ما كانش اتفاقي مع جيلارد. وهنا كارمن بترد عليه وتقول له جيلارد يقول اللي عاوز يقوله إنما مجلس الشيوخ له دايما القرار النهائي. الساحر إيود أهان عائلة ليونهارت، ولذلك الساحر اللي عمل فيه كده لازم يتعاقب. ووسط كلامهم مع بعض ملكث بتقولها انت ليه ماسكه ساعه في ايدك وفي نفس الوقت لابسه ساعه على ايدك، وليه معاكي سيجاره بس مش بتدخني؟ فكارمن بتطنشها ومش بترد عليها اصلا، وبتقولها كارمن ها اتوقعي العقد ولا لا؟ ما عنديش وقت للكلام ده. وملكث بتفكر ان لو قدرت تخضع روح الرياح في مده 3 ساعات بس كده يوجين مش هيستعيد العباءه غير 3 شهور. وبتمضي على العقد وبتاخد السيف، ويوجين بيلبس عباءه الظلام. وكارمن بتقول له انها لايقه عليه وعلى هيبه عائله ليونهارت، بس عيبها الوحيد انها مش بيضه، لو كانت بيضه او رماديه كانت هتبقى لايقه اكتر على عائلتنا. فسيل بتقول لي يوجين انت مش فاهم كلامها ولا ايه؟ هي قصدها انها عاوزه تجربها. وفعلا يوجين بيقلع العباءه وكارمن بتلبسها وتتشيك بيها. وملكث بتكون متضايقه وبتقول لهم انا مخلياكم تستلفوها مش اكتر. وبعدها سيل بتروح مع يوجين عشان يشتروا هديه، ويوجين بيكون عاوز يسيبها لوحدها لكنها بتتحرج وتقول له هتسيبني لوحدي وانا في بلد غريب؟ فيضطر يروح معاها. وبتساله سيل عمل ايه في عيد ميلاده لانه كان الشهر اللي فات. فبيقولها كنت بتمرن وبقرا كتب في برج السحر الاحمر، وهيرا وسيد البرج الاحمر حاولوا يدوني هدايا لكن رفضت. وبنلاحظ ان سيل غيرانه من اسم هيرا لانه اسم بنت، وبيسالها يوجين عن السبب الحقيقي لوجودها هنا. فتشرح له سيل ان والدتها مخططه تستعملها في زواج سياسي لكنها مش بتحب الزواج السياسي، وعشان كده بتمشي ورا كارمن عشان تنضم لفريق الاسود السوداء وتقدر تاخد قرار لوحدها بعدم الزواج زي ما كارمن عملت بالظبط في شبابها. فيوجين بيقولها كويس اشتغلي على نفسك وطوري ذاتك. فترد سيل وتقول له على فكره سيان كان بيسال عليكي وكان متحمس يعرف بقى عندك كام نجمه دلوقتي. فيرد يوجين ويقولها لسه عدد نجومي 3 نجوم زي ما هم. وبتقول له ايه رايك نروح مطعم سوا ونغير جو؟ وبينتقل بينا المشهد عند كارمن ونيثان، وبيكونوا قتلوا الساحر اللي كان مع ايود وعذبوه بشكل لا تتخيله، ورغم كده ما اعترفش باي حاجه ولا قال اي حاجه لحد ما مات. وهنا كارمن بتوجه كلامها لبلزاك وتقول له انا سمعت ان الشيطانه نويرزبيلا ما شاركتش في الموضوع، فايه رايك في الحوار ده؟ وهنا بلزاك بيردو بيقولها انا عارف ان ليا اعداء كتير بس صدقيني لو عاوز اعمل حاجه زي اللي حصلت مع ايود كنت عملتها من غير ما حد يحس اصلا، وما
كنتش هقع في غلطة زي دي. أنا ملك السجن الشيطاني، مهتم بيا وبيديني كل اللي أريده، وشكل الناس مش عاجبها اللطف اللي أنا بحصل عليه، وأعتقد بشكل شخصي إن دي مكيدة حد بيوقعني فيها، بس ما عنديش دليل. وفي نفس الوقت مفيش دليل إن أنا اللي عملت كده من الأساس، بس ما أعتقدش إن أنا بس اللي اتأذيت من الموضوع، ولا إيه يا أنسة كارمن؟ فترد كارمن وتقول له اختار كلماتك بعناية لأنك مسؤول عنها. فيرد بلزاك ويقولها أنا بخدم ملك السجن الشيطاني وانتوا بتخدموا عائلة ليونهارت، لكن ما اقدرش استحمل اهانتكم اكتر من كده. وبتحيط بيه هالة شيطانية مرعبة، وجيون بيجهز سيفه وبيكمل بلزاك وبيقول بتمنى بنحترم نفسنا شوية عشان ما يحصلش ما لا يحمد عقباه. فترد كارمن بكل هدوء وتقول له إهانة؟ لو في إهانة كانت راسك مش في مكانها دلوقتي. وبتقول له احنا عذبنا الساحر بكل اشكال السحر العقلي، ورغم كده ما اعترفش بحاجة. انت احترمتنا يا بلزاك فاحنا محترمينك، لكن ماذا عن الشيطانة التي كانت خلف ذلك الساحر؟ فيستعمل بلزاك سحره وبيظهر راسها قدامها وبيقولها ملك السجن الشيطاني قتلها بالفعل، ودي راسها لو عاوزينها. فتخبطها كارمن برجلها وتدمرها تماما. وقبل ما فريق الاسد السوداء يمشي، كارمن بتقول له لو حاولت تتواصل باي شكل مع يوجين ولسه هتكمل، لكن بلزاك بيقاطعها وبيقولها انا بعمل اللي سيدي عاوزه ومحدش ليه حق يتحكم فيا. وبعدها كارمن بتتكلم ان المشتبه الرئيسي هي الشيطانة إيميليا ميروين، وانهم متوقعين انها تعمل حرب على مملكة البشر بداية من أروث. وكارمن بتسأل جيون تتوقع لو قتلنا بلزاك مين هيفوز؟ فيقولها كلنا هنموت ما عداكي. فتقول له يا لك من متواضع، في الحقيقة أنا مش واثقة من قدرتي على هزيمته. وبتقول له إن فرقة الأسد حاليا بتراقب أيود ومش هيدوه أي فرصة يكرر اللي عمله إطلاقا، وهيفضل متراقب طول حياته وهيفقد حقه في الخلافة. وده لأنهم متوقعين إن الشيطان اللي كان عاوزه ممكن يتواصل معاه مرة تانية. وجيون بيكون زعلان على ابن أخوه لأنه كان ابن بريء في الأول والآخر. وبعدها فرقة الأسد بتمشي من مدينة أروث، وهنا كارمن قبل ما تمشي بتعرض على يوجين الانضمام ليهم بصفته قائد للفرقة التانية، لكنه بيرفض وبيقولها مع السلامة. فتتضايق من رفضه وبيسيبوه ويمشوا. ويوجين بيسأل روبي لو العقد مع ملك الرياح نجح، فيرد روبي ويقول له لو نجح كانت ميليكيث جت تتفاخر بالموضوع. وبنشوف ان ميليكيث فشلت في استدعاء روح الرياح، وبتحاول ميليكيث بكل قوتها استدعاء سيد الرياح، لكن اللي بيظهر هو سيد أرواح البرق، واللي بيبلغها رسالة من سيد الرياح بيقولها انه يرفض التعاقد معها. لكن ميليكيث بترفض الاستسلام وبتستمر في محاولة الاستدعاء، وبتقول لسيد الرياح انها هتديله اي شيء يطلبه. لكن سيد أرواح البرق بيصعقها وبيقولها ان سيد الرياح رغبته هي استعادة الشمال من الشياطين، ولحد دلوقتي محدش قدر يعمل كده. وبترجع ملكة السيف مرة تانية ليوجين، واللي بيحاول يسألها ها عملتي ايه مع العقد؟ فتزعق له وتقول له اخرس ايها الصغير القذر، انت عارف اللي فيها يا ولد. وهنا بتدخل ميرا وبتقولها لو سمحتي هدوء في المكتبة. وبيحاول يوجين يواسي ملكة وبيقولها لو رجعت السيف دلوقتي هعتبر مدة استعارة عباءة الظلام 9 سنين بدل 10 سنين. فتوافق وبترجع له السيف، وبتكون ما قالتش له السبب الحقيقي لعدم رغبة سيد أرواح الرياح بالظهور. وبيكون يوجين بيقرأ حكاية أقوى زعيم في تاريخ العمالقة واللي اسمه كامش، وكان في مواجهة ضد البشر في الحرب، والبشر كان معاهم فيرموث. وفي الوقت ده الفرسان كانوا مفكرين إن قوتهم تقدر تضاهي فيرموث، وعشان كده طلبوا منه يساعدهم، لكنه بيرفض لأنه لا يثق بأحد غير همل. وبيهجموا على كامش، وبنلاحظ فرق الطول بينهم وبين العملاق. والشيء اللي خلى فيرموث يخضع زعيم العمالقة كامش كان سيف الشيطان، واللي اعترف بفيرموث كسيد ليه. وعلى الرغم من هزيمة كامش باقي العمالقة ما تراجعوش، لكن بعد موت كامش حماية ملك الشياطين راحت من على العمالقة، وبسبب كده سينيا تدخلت بقوة سحرها وقضت على جميع العمالقة. وبيكون يوجين فاكر ان سينيا هي اللي كتبت الكتاب ده، لكن ميرا بتقول له انا ما اسمحش لك تهين سيدتي، وبتصر عليه ان سينيا مش هي اللي كتبته. وفيما بعد يوجين بيقرر يقرأ كتاب سينيا عشان يتعلم الحلقة الأبدية، وبيشرح لنا ان في حياته السابقة كهامل كان بيستعمل طريقة بسيطة في استعمال الطاقة السحرية، وهي عن طريق نواة بتتقسم لعدة أنوية بتمد جسمه بالطاقة وبتقويه بشكل عام. وبنرجع للوقت الحالي، وبيكون يوجين اتعود على كتاب الساحرة الحرفية وما بقاش بيفقد وعيه وهو بيقرأه، وبيكون شايف انه يقدر يتقن الدائرة النهائية. وبعد مرور سنتين بيكون يوجين بقى عنده 19 سنة. فيا ترى حصل ايه وقتها؟ هنعرف كل ده في الفيديو الجاي من حكاية يوجين.